هلو دكاترة تانية ثانوي عاملين ايه؟ يلا بينا نشتغل منهج الكيمستري بتاعنا مع بعض. منهج الكيمستري بتاعنا السنة دي لذيذ جدا جدا جدا. هو نفس المناهج القديمة بس واخدين ميكس شوية من مناهج أولى القديمة شوية من مناهج تانية القديمة، وبصراحة هم مختارين ألذ الحاجات. يعني المنهج بتاعكم لذيذ جدا جدا. يونت 1 عندنا اللي احنا هنبتدي النهارده فيه ان شاء الله. يونت 1 عندنا كله مسائل، فطول ما انت تتفرج عليا او طول ما انت شغال معايا انت معاك الكالكوليتور ومعاك كشكول كده وورقه وقلم علشان تبدا تحل معايا المسائل واحده واحده. طيب اولا مبدئيا احنا في كلامنا عن الكيمستري طبيعي ان انا اول ما ابدا اتكلم في كيمستري ان انا بتكلم انه يعني ايه اتوم. طبعا احنا عارفين الاتومز، احنا المفروض ان احنا اتفرجنا على الكورس مع بعض، وفي الكورس اتكلمنا على قصة الاتومز. طبعا لو انا جيت اتكلم على اي ماتر عندي فبقول ان الماتر في الاساس هي عبارة عن مجموعة من الاتومز. الاتوم بتبدأ تعمل بوند مع اتومز تانية لحد ما تكون لي الماتر، فالماترز كلها بتتكون من اتومز. طبعا لما نيجي نتكلم في شغل كيمستري فاكيد اول حاجة هتيجي في بالك موضوع الكيميكال ايكويشنز. chemical equations يعني انا عندي reactants، حاجات بعملها بلس بعض كده اهوت وتبدا ان هي تكون لي products. طبعا في شغلي في الكيمستري انا ما بكتبش كلام، انا بكتب الايكويشن بتاعتي على شكل سيمبلز وعلى شكل فورميلا. بمعنى لو جيت قلت لك اني انا عندي كربون وعملت لها رياكشن مع اكسجين فتكون عندي كربون دايوكسيد، اكيد مش هعمل لك الايكويشن بالشكل ده. لازم كل الكلام اللي عندي على شكل كلام احوله لسيمبلز واحوله لفورميلا. هتقولي يا دكتور بس انا مش حافظ السيمبلز وما بعرفش اعمل الفورميلا. هقول لك بص، اولا انا جيت هنا اهوت مثلا في الجدول في الشيت بتاعنا، الشيت بتاعنا دوت عامله لك فيه ايه، هتلاقيني مجمعه لك الجدولين دول كل إيليمنت ايه السيمبل بتاعه وايه الفالنس بتاعته، وهفكرك بالفالنس يعني ايه. وعندنا كمان الجدول ده فيه حاجة اسمها اتوميك جروبس. بص الثلاث جداول دول هم الحاجة اللي انا هطلبها منك انك تحفظها، يعني لازم تحفظها لي كويس قوي لان انت مش هتعرف تشتغل من غير ما تحفظ دول. ولو ما عرفتش تحفظ السيمبلز والفالنسي مش هتعرف تعمل فورميولا، ولو ما عملتش فورميولا مش هتعرف تعمل مسائل. كل المسائل اللي احنا هنحلها مع بعض انا هفهمها لك وسهله وجميله وحلوه، بس لازم تكون معتمده ان انت بتعمل فورميولا. ما تعرفش تعمل فورميولا مش هتعرف تحل المساله. طيب تعالى نفتكر كده مع بعض اساسا يعني ايه سيمبل ويعني ايه فالنسي. طيب اول حاجه لو انا جيت مثلا قلت لك انا عندي الصوديوم. الصوديوم ده احنا عارفين طبعا ان هو ان ايه، انا ما بكتبش سيمبل كده وخلاص، انا بكتب رقم تحت وبكتب رقم فوق. طبعا الرقم اللي تحت ده هو عدد الالكترونز اللي هو في نفس الوقت بيساوي عدد البروتونز، لان طبعا انت عندك معلومة واحنا قلنا الكلام ده تاني في الكورس ان دايما اي اتوم بتبقى نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني عدد البوزيتيف بروتونز فيها بيساوي عدد النيجاتيف الكترون. طبعا المفروض ان انا لو جيت الالكترون ده ال 11 الكترونز اللي عندي هعمل لهم حاجه اسمها الكترونيك كونفيجوريشن. الالكترونيك كونفيجوريشن انا ببدا اوزع في انرجي ليفلز. اول ليفل عندي الكي، طبعا الكي صغير فما بيعرفش ياخد عدد كبير من الالكترونز، بياخد 2 الكترونز بس، فانا عندي 11 الكترون هدي 2 منهم للكي، هيتفضل معايا من ال11 كام؟ 9. هل هاجي على الليفل اللي بعده اللي هو ال واحط عنده 9 الكترونز؟ مش هينفع لان انا اخري اخد 8 الكترونز. اتفضل عندي انا عندي 11 ووزعت 2 و8 10، فاتفضل عندي الكترون واحد. هاجي هنا الكي والال بعديها الام، هاجي هنا احط الالكترون اللي فاضل. انا كده وزعت ال11 الكترونز. الاوتر ليفل بتاعي عنده 1 الكترون، وطالما عنده 1 الكترون يبقى ده كده ميتال، لانه طالما اقل من 4 يبقى ده ميتال. الكلام ده كله انا قلته في الكورس بالتفصيل، بعيده معاك سريعا عشان انا محتاجه له.
المفروض ان اي اتوم في الدنيا بتبقى عايزه يبقى الاوتر ليفل بتاعها ساتيوريتد. طيب دي عشان يبقى الاوتر ليفل بتاعها ساتيوريتد يعني يبقى فيه 8، يا اما تعمل جين ل7 تاخد 7 الكترونز، يا اما تعمل لوز للالكترون ده. طب انت لو مكانها ايه الاسهل بالنسبه لك؟ طبعا انك تعمل لوز للالكترون ده. فلما تعمل لوز للالكترون يبقى الالكترون ده راح هو والليفل بتاعه، خلاص كل ده مش موجود. فبقى مين الاوتر ليفل بتاعك؟ 8. يبقى كده الاوتر ليفل بتاعها بقى شبعان. خلاص دي كده الصوديوم عملت لوز ل1 الكترون، فبقول عليها ان الفالنسي بتاعتها ب1. اوكي يا دكتور، يعني الفالنسي هي عدد الالكترونز اللي انا بعمل لها لوز؟ لا طبعا. اولا لازم تبقى عارف ان مفيش حاجه اسمها ان الصوديوم هيرمي الالكترون اللي معاه ده في الشارع. هو لازم يدور على حد ياخد منه الالكترون. الحد ده ممكن يكون مين؟ انسب حد في الحالات ديت مثلا الCl اللي عنده 17 الكترون. لما نيجي نوزع ال17 دول، طبعا الكي هتاخد 2 وبعدين ال هتاخد 8، كده 10. فاضل كام من ال17؟ فاضل 7. هاجي على الام واحط هنا ال7 الكترونز اللي فاضلين. زي ما اتفقنا انا عايزه الاوتر ليفل بتاعي يبقى ساتيوريتد، فيا اما الوز ال7 بحيث ان انا الليفل ده ما يبقاش موجود، يبقى الاوتر ليفل عندي 8، يا اما الاقي حد يعمل لي يخليني اعمل جين ل1 الكترون، يعني يكون هو عنده الكترون مش عايزه فيديهولي، زي الصوديوم كان عنده الكترون مش عايزه فاقول له هات يا عم انا عايزاه. كده بالنسبه لي الCl عملت جين ل1 الكترون، فبقول عليها ان الفالنسي بتاعتها ب1. مش هدخل في القصة قوي، بس انت عارف طبعا ان ممكن بدل ما تعمل جين تعمل شير. امتى؟ انا دلوقتي ال Na والCl، ال Na ديت لما وزعناها لقيناها 2 8 1، فقلنا انها ميتال عايزة تلوز الكترون. لما جينا وزعنا الCl لقيناها 2 8 7، يعني عايزة تعمل جين لإلكترون. طبعا ال Na لما بتعمل لوز بتتحول لبوزيتيف ايون، والCl لما عملت جين اتحولت لنيجاتيف ايون، فبقى عندي بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون مع بعض عملوا ايونيك بوند. طيب ليه دي اتحولت لبوزيتيف ايون وليه دي اتحولت لنيجاتيف ايون؟ تعالى نرجع هنا تاني. بص، مش انا قلت دلوقتي ان في الطبيعي عدد البروتونز بتساوي عدد الالكترون، هما الاثنين كانوا قد بعض. طيب ما هو الصوديوم عملت لوز لالكترون، فمين اللي بقى اكتر دلوقتي؟ بقى البوزيتيف هو اللي اكتر، فبقول ان الصوديوم كده اتحولت لصوديوم بوزيتيف ايون. بكتب بوزيتيف كده، هنا مفيش رقم مكتوب، يبقى طالما اي حاجه مفيش رقم مكتوب فده يعني 1، يعني كده الصوديوم عملت لوز ل1 الكترون، بس انا مش بكتب ال1. خلاص، فكده الفالنس بتاعه الصوديوم زي ما قلنا 1 وهو اتحول لبوزيتيف ايون. لما جينا شفنا الCl لما عملت جين ل1 الكترون ايه اللي حصل؟ مش احنا قلنا اي اتوم بتبقى نيوترال؟ يعني انت دلوقتي عندك 17 بروتونز وعندك 17 الكترون، الاثنين قد بعض. طب انت عملتي جين لالكترون، فمين اللي بقى اكتر دلوقتي؟ النيجاتيف، فانا هعتبرك نيجاتيف ايون. فالCl بدل ما كانت بتتكتب كده هتتكتب Cl وعليها نيجاتيف. انا عملت جين لواحد فنيجاتيف 1 وال1 مش بتتكتب. طب لو انا كنت عملت جين ل2 كنت هكتب نيجاتيف 2، عملت جين ل3 هعمل نيجاتيف 3، عملت لوز ل1 فانا كده بقيت بوزيتيف ايون هكتب بوزيتيف. طب انا عملت لوز ل2 الكترون زي مثلا المغنيسيوم، عندك مثلا المغنيسيوم 12، يعني ايه 12؟ يعني عندها 12 بروتونز وعندها 12 الكترونز. لما هنيجي نعمل الكونفيجوريشن 2 8 2، دي محتاجه تعمل ايه؟ محتاجه تلوز ال2 الكترونز دول عشان يبقى الاوتر ليفل بتاعها فيه 8. لما هتلوز ال2 الكترونز، انا كان عندي بروتونز والكترون قد بعض، عملت لوز لالكترون فانا بقيت ايه؟ بقيت بوزيتيف. بوزيتيف كام؟ انا عملت لوز ل2 يبقى انا بقيت بوزيتيف 2.
ما ينفعش ارمي التو الكترونز دول في الشارع، لازم ادور على حد يكون محتاج الالكترونز دي. فمثلا الاقي عندي مثلا الاكسجين الاو 8. دكتور هي الارقام دي عليا احفظها؟ لا، انت مش عليك ارقام تحفظها. تعالى شوف الاو 8 دي، تعالى وزعها كده 2 6. كده الاوتر ليفل بتاعي عنده كام الكترون؟ عنده 6. عشان يبقى ساتيوريتد محتاج يعمل ايه؟ برافو، محتاج دول يبقوا 8، يعني محتاج يعمل جين للتو الكترون. يا سلام، تعالى يا مغنيسيوم اللي عندك 2 الكترون مش عايزهم، اديهم لنا، انا هعمل لهم جين. فانا بعد ما كان عندي 8 بروتونز و8 الكترونز، خلاص كانوا هما الاتنين قد بعض، انا عملت ايه؟ عملت جين لاتنين الكترون، يعني الالكترونز بقت اكتر، يعني النيجاتيف بقت اكتر، يعني انا بقيت نيجاتيف ايون. نيجاتيف ايون عملت جين لاتنين، يبقى هكتب نيجاتيف 2. طيب خلي بالك من حاجه، انا قلت انه السي ال من شويه اللي هي عندها 17 2 8 7 لقيت الصوديوم عايز يعمل لوز ل1 الكترون، فهي عملت جين ل1 الكترون، صح؟ فمصلحه هما الاتنين مع بعض. ودي في الحاله دي اسمها ايه؟ ده بقى الان ايه لما عمل لوز بقى ان ايه بوزيتيف، والسي ال عملت جين بقت سي ال نيجاتيف، فدي كده بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، دي اسمها ايونيك بوند. لكن ممكن السي ال ما تلاقيش قدامها ميتال، ما تلاقيش قدامها حد عايز يعمل لوز. طب انا هعمل ايه؟ مش هينفع انا افضل 7 كده، هفضل افرك وهفضل متضايقه، مش هينفع افضل 7، لازم اساتيوريت الاوتر ليفل بتاعي. فهلاقي مثلا قدامي سي ال تانية، هي كمان عندها 2 8 7، هي كمان عايزه تعمل ايه؟ هي كمان عايزه تعمل جين ل1. طيب انا محتاجه 1 وانتي محتاجه 1، فهنرص الالكترونز بتاعتنا قصاد بعض بطريقه معينه بحيث ان احنا نشير الكترون مع بعض. خلاص؟ طبعا شيرنج ديت يعني كوفالنت بوند، انا مش محتاجه ادخل في تفاصيل اكتر من كده دلوقتي. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي مبدئيا عرفت انه المغنيسيوم لما قلنا انها عملت لوز ل2 الكترونز، فكده بقدر اقول ان المغنيسيوم الفالنسي بتاعتها ب2. هي عملت لوز، فالفالنسي بتاعتها ل2 لان هي عملت لوز ل2 الكترون. لما جيت شفت الاكسجين هي عملت جين ل2 الكترون، فالفالنسي بتاعتها 2، سواء عامله جين ل2 الكترون، عامله شير ل2 الكترون، عامله لوز ل2 الكترون. انا ماليش دعوه يا حبيبي انت عملت ايه بالالكترونز، انا ليا دعوه بعدد الالكترونز اللي انت اشتغلت بيها، سواء عملت لها لوز او جين او شير، انا اللي يخصني كام ده هو الفالنسي. اكيد انت مش هتقعد في كل شغلك تقعد تعمل كونفيجوريشن وتشوف ده هيلوز ولا هيجين عشان تعرف الفالنسي. عشان كده انا مجمعه لك الفالنسيز اللي انت محتاج لها كلها في الجدول ده، انت لازم تبقى حافظ الجدول ده. دكتور معلش لفت نظري حاجه، يعني ايه الارجون الفالنسي بتاعته بزيرو، ويعني ايه الهيليوم الفالنسي بتاعته بزيرو؟ ايه زيرو دي؟ يعني ايه زيرو؟ حضرتك كان عندك حاجة اسمها inert gas. يعني ايه inert gas؟ يعني الاوتر ليفل بتاعها saturated. هو انا اساسا يا دكتور ليه بعمل لوز او جين او شير؟ ليه بعمل كل الفرق ده؟ لان الاوتر ليفل بتاعي محتاج يبقى saturated، محتاج يبقى شبعان. طبعا الكي هي الوحيدة اللي بتشبع ب2 والباقيين بيشبعوا ب8. خلاص؟ فانا محتاجه ان انا اساتيوريت الايه الليفلز بتاعتي، فبعمل لوز او جين او شير. لو انا جيت اتكلمت مثلا عن واحد زي النيون، النيون ده عنده 10 الكترونز، لما نيجي نوزعها 2 8، ايه ده الاوتر ليفل بتاعه اصلا ساتيوريتد، فهو ولا محتاج يلوز ولا محتاج يجين ولا محتاج يعمل اي حاجه، فبقول عليه الفالنسي بتاعته بزيرو، لان هو زيرو الكترونز هيتحرك بيها. انا ولا هلوز ولا هجين ولا هشير، انا زيرو اكتيفيتي، انا ان اكتف، قاعد في مكاني شبعان ومرتاح ومش محتاج لحد. فالانرت جازز او الان اكتيف جازز دول او النوبل جازز دول هم اللي الاوتر بتاعهم ليفل بيبقى بتاعهم شبعان، مش محتاج اي الكترونز ثانيه. جيت مثلا لحاجه زي الهيليوم، الهيليوم مثلا عنده 2 الكترونز، لما اجي هوزع هي ال2 الكترونز دول هروح حطاهم في الكي.
طب ما هو الكي بيشبع باتنين، يعني انت كده الاوتر ليفل بتاعك شبعان ساتيوريتد، لا محتاج تلوز ولا محتاج تجين ولا محتاج تشير، فبقول انه الفالنسي بتاعتهم بزيرو، مش محتاجين يعملوا اي حاجه خالص. طيب فانا كل اللي هعمله ان انا لازم اكون حافظه الفالنسز ولازم اكون حافظه السيمبلز. طيب طبعا الكلام ده كله موجود عندك، اللي انت محتاج لهم الفالنسز والسيمبلز اللي انت محتاج لهم انا كاتباهم لك هنا في ايه، في الجداول. طيب كان في حاجه كمان اسمها اتوميك جروبس. يعني ايه يا دكتور اتوميك جروبس؟ قال لك يعني شله من الاتومز بتيجي دايما مع بعض وهم شله كده ليهم الفالنس الخاصه بيهم. يعني لو جالك في حاجه قال لك كلمه كربونات، اي كومباوند او حاجه يقول لك فيها كلمه كربونات. كربونات دي معناها ايه؟ معناها CO3 على بعضها كده. تخلي بالك من حاجه، انا لما بيكون عندي مثلا فالنسي اللي هو مثلا الكالسيوم حرفين بكتب الاولاني كابيتال والتاني سمول. عندي مثلا مغنيسيوم بكتب الاولاني كابيتال والتاني سمول، خلاص. لكن لما بكون اتوميك جروب احنا شله صحاب مع بعض، مفيش حد فينا احسن من التاني، فما ينفعش حد يتكتب سمول، كلنا هنتكتب كابيتال زي بعض، خلاص. احنا كشله على بعضينا اسمنا الكربونات، الفالنس بتاعتنا على بعضينا كده 2. طبعا انا عندي كذا اتوميك جروب كربونات. مثلا عايزاك تاخد بالك ان في حاجه تانية اسمها باي كربونات. ايه الفرق بين كربونات وباي كربونات؟ شايف الباي اللي في الاول دي؟ هتغير الكلام، بدل ما اسمي CO3 هيبقى اسمي HCO3. يبقى الباي دي خلتني احط ايه؟ احط H في الاول، وبدل ما الفالنسي بتاعتي 2 هتبقى 1. يبقى انا هنا هو غيرت الفورميل او غيرت السيمبل بتاعي او غيرت الفالنس بتاعتي بسبب كلمه. يبقى لما بيقول لي في اي حاجه في اي كومباوند كربونات يبقى CO3 والفالنس 2، قال لي باي كربونات يبقى HCO3 والفالنس 1. قال لي مثلا سلفيت، لما يقول لي سلفيت يبقى هو قصده SO4 وده على بعضه كده الفالنس بتاعته 2. برضو كاتبهم لك كلهم عندك في الجدول. يبقى انا الثلاث جداول دول عايزاك تحفظهم زي اسمك، خلاص. طيب ازاي بنكتب الفورمولا؟ في حاجه في الجداول بس عايزه الفت نظرك ليها. انا عندي حاجه اسمها ألمنيوم، عارفينها اللي هو AL، وده الفالنس بتاعته ب3، خلاص. لكن عندي اتوميك جروب اسمها امونيوم، من فضلك ما تتلخبطش ما بينهم، ده ألمونيوم ودي امونيوم. الامونيوم دي اتوميك جروب شله على بعضها اسمها NH4 والفالنسي بتاعتها 1. يبقى انت بتركز كده في الكلام وبتبقى حافظ الجدول كويس وبتبقى حافظ السيمبلز والفالنسز بتاعتهم كويس. طيب تعال نشوف بقى ازاي بنكتب الفورمولا. قال لك بص يا سيدي، لو انا جيت مثلا قلت لك مثلا هنا اكتب لي equation طالع فيها الصوديوم اوكسايد، فانا مش هكتب صوديوم اوكسايد كده كلام، لازم اكتبها فورمولا. اكتبها فورمولا ازاي؟ انا عندي 3 خطوات. اول خطوه باجي تحت كل كلمه واكتب السيمبل بتاعها، يعني هاجي تحت الصوديوم واكتب Na، وهاجي تحت الاوكسايد، اوكسايد دي يعني O، اوعى حد يقول لي O2. لما بكتب السيمبل ده بيبقى سنجل اتوم، السيمبل بيبقى سنجل اتوم، يعني مفيش حاجه اسمها في السيمبل اكتب تحتيها حاجه. خطوه السيمبل بتكتب فرداني، خطوه السيمبل بتكتب السيمبل اتومز فرداني سنجل. طيب ده كده هو كتبت السيمبل. تاني خطوه باجي تحت كل سيمبل فيهم واكتب الفالنسي اللي انا حافظه. الصوديوم الفالنسي بتاعتها 1 والاكسجين الفالنسي بتاعتها 2. خلصت الخطوه دي، اجي للخطوه الثالثه بعمل تبديله بالشكل ده. يعني ايه تبديله؟ يعني الصوديوم تاخد الاثنين بتاعت الاو والاو تاخد ال1، فلما تيجي تتكتب هكتبها Na2O1 والونات ما بتتكتبش، فبقت الفورميولا بتاعتك Na2O. دي كده فورميولا. الفورميولا دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي 2 صوديوم اتومز وواحده اكسجين اتوم. طيب
جه مثلا قال لك اكتب لي كالسيوم مثلا كربونات. طيب تعالى نشتغلها. احنا قلنا اول خطوه بنعمل ايه؟ اول خطوه بنكتب السيمبلز. الكالسيوم من الجدول عندك Ca، كربونات دي اتوميك جروب شله مع بعضها CO3، دي اول خطوه. تاني خطوه بعد ما بكتب السيمبلز باجي تحت كل واحد فيهم واكتب الفالنسي بتاعته. الكالسيوم الفالنسي بتاعتها 2 والكربونات الفالنسي بتاعتها 2. نيجي للخطوه الثالثه اللي هي خطوه التبديل. تمام، هاجي هعمل كده، بس لما بتيجي تعمل التبديله بتاخد بالك في الخطوه دي لو في حاجه ينفع فيها سمبليفيكيشن تعمل. انا هنا عندي ده 2 وده 2، طب ما ده ممكن يعمل ديفايد 2 هيبقى 1 و2 ديفايد 2 هتبقى 1، يعني هما الاثنين يطيروا. يعني بدل ما الكالسيوم كانت هتاخد 2 لا الكالسيوم هتاخد 1، والكربونات بدل ما كانت هتاخد 2 هتاخد 1 برضو، والونات ما بتتكتبش، فبقت عندي الفورميولا CaCO3. تمام؟ طيب عندك مثلا حاجة زي مثلا نقول مغنيسيوم مثلا، مغنيسيوم اوكسايد مثلا، او خليها مغنيسيوم هيدروكسايد. مغنيسيوم هيدروكسايد نعمل فيها ايه؟ تحت كل واحدة نكتب السيمبل مغنيسيوم Mg، هيدروكسايد دي اتوميك جروب على بعض اسمها OH. كتبت السيمبل تحت كل واحده فيهم اكتب الفالنسي. المغنيسيوم الفالنسي بتاعتها 2، الOH دي اتوميك جروب على بعضها الفالنسي بتاعتها 1. هاجي اعمل الخطوه بتاعه الكروسنج التبديله. المغنيسيوم هتاخد ال1 وال1 ما بيتكتبش، والOH كاتوميك جروب على بعضها هتاخد ال2. طب اكتب ال2 فين؟ قلنا دول شله على بعض ما ينفعش نزعل حد فيهم ونوقع بين الشله والصحاب، فانت يا OH على بعضك كده واخده ال2، فانا هفتح براكت كده واكتب لك ال2 بره، يبقى انت الOH كلها واخده مين؟ ال2. الكلام اللي عندي ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي واحده مغنيسيوم اتوم وعندي الاثنين اللي بره البراكت دي، معناها عندي 2 O وعندي 2 H. يبقى كده هوت الكلام معناه ان انا عندي واحده مغنيسيوم اتوم واثنين اكسجين اتومز واثنين هيدروجين اتومز. طبعا كل المسائل اللي احنا بنعملها او كل المسائل اللي احنا هنشتغلها هتكون معتمده ان انت تعرف تعمل فورميولا. لو ما بتعرفش تعمل الفورميولا فانا قلت لك انت قدامك حل من اتنين، يا اما تتفرج على الفيديو اللي انا كنت منزلاه اللي هو الكورس التأسيسي، كنت شارحه فيه الفورميولا واديني عملت معاك كام واحده فورميولا تركز فيهم كده وتستهدى بالله. يا اما لقيت نفسك مش عارف تعمل فورميولا برضه حول ادبي يا معلم، لكن كده مش هينفع، انت لازم في شغلك في الكيمستري تبقى بتعرف تعمل الفورميولا. طيب بص هي بتقول لك او انا ما قلتش حاجه من عندي. طيب تعالى نتكلم على قصه تانية. في 3 كلمات عايزاك تبقى مفرق ما بينهم، كلمه اتوم وكلمة فورميولا يونت وكلمة موليكيول. أنا عارف ال3 كلمات دول يا دكتور، يعني أنا اللي جديدة عليا فورميولا يونت دي أول مرة أسمع عنها، لكن أتوم وموليكيول دي أنا عارفهم. طيب تعالى بس أقول لك على حاجة. دلوقتي أنا عندي الأتوم إحنا عارفينها، يعني لما أجي أقول لك صوديوم أتوم يعني هي كورة كده واحدة اسمها صوديوم. اجي اقول لك ألمونيوم يبقى هي كده على بعضها اتوميه واحده اسمها ألمونيوم، كوره واحده واقفه لوحدها دي كده اتوم، فالاتوم دي بتبقى واحده بس. طيب لو حاجه فيها كوفيلنت بوند، خلاص احنا عرفنا ان الحاجات دلوقتي عندي يا اما ايونيك بوند يا اما كوفيلنت بوند. فاكر الميه اللي انت خدتها في الانتجريتد ساينس في اولى، الووتر موليكيول اللي هو كان H2O كنا بنقول عليه ايه؟ ووتر موليكيول. ليه كنا بنقول عليه ووتر موليكيول؟ فاكر كنا بنكتبها ازاي؟ ادي الاو وهنا الاتش وهنا الاتش، البوند دي ايه؟ كوفيلنت. لما يكون الحاجه اللي قدامي فيها كوفيلنت بوند بسميها يا دكتور موليكيول. يبقى لما بيكون الحاجه اللي عندي فيها كوفيلنت بوند بسميها ايه؟ موليكيول. يبقى اتوم لما تكون اتوميه واقفه كده لوحدها سنجل، صوديوم اتوم، Cl اتوم،
اي حاجه اتوم كده لوحدها خلاص. انما لو الحاجه عندي فيها كوفالنت بوند فانا هسميها موليكيول. طيب لو عندي كوفالنت بوند هسميها موليكيول. لو عندي ايونيك بوند، يعني انت عندك مثلا الصوديوم كلورايد NaCl، مش احنا لسه من شويه قايلين Na دوت عمل لوز فبقى بوزيتيف ايون، والCl عملت جين فبقت نيجاتيف ايون، يعني ده جواه ايونيك بوند، يعني هو كده ايونيك، صح؟ ايونيك كومباوند. الايونيك ده بقى اسميه فورميولا يونت. يبقى انا لما يكون عندي حاجه ايونيك هسميها ايه؟ فورميولا يونت. من شويه برضو قلنا ان المغنيسيوم محتاج يلوز 2 الكترون، صح؟ فهيبقى بوزيتيف ايون، والاكسجين هتجين منه الاثنين الكترونز دول فهتبقى نيجاتيف ايون. يعني بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، يعني ده هيعمل ايونيك بوند. طالما عمل ايونيك بوند ولا هسميه اتوم ولا هسميه موليكيول، هسميه فورميولا يونت. يبقى انا الثلاث كلمات دول هيعدوا عليا في شغلي، لازم ابقى مفرق ما بينهم: اتوم، موليكيول لو انا عندي كوفالنت بوند، فورميولا يونت لو انا عندي ايونيك بوند. يا دكتور ما كان سماها ايونيك وخلاص. لا معلش، هو انت لسه انت بقيت في ثانوي دلوقتي، في ثانيه ثانوي، فلازم ايه يدي لك اسامي احترافيه شويه. فاحنا سميناها ايه؟ خلاص اتسميناها فورميولا يونت لو هي ايونيك، موليكيول لو هي كوفالنت، واتوم لما بتكون سنجل اتوم واقفه لوحدها. طيب ايا كان السيمبل اللي انا هكتبه، لما بنيجي نكتب السيمبل ما بنكتبهوش واقف كده لوحده مع نفسه كده ملوش حد يسأل عليه. قال لك لا، لما اجي اكتب مثلا الصوديوم هكتب رقم من تحت ورقم من فوق. الارقام دي هتعتبر كأنها الاي دي بتاع الاتوم اللي قدامي، هتفهمني السيمبل اللي قدامي او الاتوم اللي قدامي ده كل مكوناتها ايه. يعني ايه يا دكتور؟ قال لك بص، الرقم اللي تحت ده بنسميه الاتوميك نمبر، والاتوميك نمبر ده هو عدد الالكترونز اللي انا بوزعها وبعمل لها كونفيجوريشن، واللي هو في نفس الوقت عدد البروتونز. لان احنا اتفقنا ان اي اتوم قبل ما تعمل لوز وقبل ما تعمل جين هي لسه ما عملتش حاجه، بيبقى اسمها اتوم وبتبقى نيوترال. لما تعمل لوز او جين تبقى ايون بقى، يا اما لو عملت لوز تبقى بوزيتيف ايون، يا اما لو عملت جين تبقى نيجاتيف ايون. لكن هي في الطبيعي في الظروف الطبيعيه عدد البوزيتيف بروتونز قد النيجاتيف الكترونز، فهي بتبقى نيوترال. حلو، يبقى الرقم اللي تحت ده اسمه اتوميك نمبر، وهو بيدل على عدد البروتونز او عدد الالكترونز، الاثنين زي بعض. الرقم اللي فوق ده يا دكتور بنسميه الاتوميك ماس. بنسميه ايه؟ الاتوميك ماس. ايه ده؟ هو مش ماس يعني وزن ودي اتوم؟ يعني الرقم اللي فوق ده الاتوميك ماس يعني وزن الاتوم، يعني وزن الصوديوم اتوم. يعني ايه برضو يا دكتور؟ بص افكرك بحاجه، هي اصلا الاتوم عباره عن ايه؟ الاتوم بيبقى عندها نيوكليوس. مين اللي جوه النيوكليوس؟ بروتونز وحاجه اسمها نيوترونز. الاثنين دول اللي بيبقوا جوه النيوكليوس. بره النيوكليوس بيبقى عندي الالكترونز. واعتقد ان انت فاكر من زمان من ايام اعدادي ان الالكترونز دي بيبقى ليها very small mass، وزنها خفيف جدا كانها ناموسه صغيره وقفت على دماغك فانت مش حاسس بيها. لكن مين اللي ليهم وزن؟ البروتونز والنيوترونز. عارف كده لما يكون في عيل صغير جاي يبص من شباك فنقول لك لا الحق اصل العيل دماغه اتقل من جسمه، دماغه تقيله فلو بص هيقع. هو ده اتقل حاجه في العيل دماغه، اتقل حاجه في الاتوم النيوكليوس، هي التقل. ليه؟ لان بره النيوكليوس شويه الكترونز دول صغننين خالص ولا حد هيحس بيهم. مين بقى الاتوم؟ الوزن نفسه بتاع الاتوم، التقل نفسه بتاع الاتوم فين؟ جوه النيوكليوس، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو مجموع البروتونز بلس النيوترونز. يبقى الاتوميك ماس هو عدد البروتونز والنيوترونز مع بعض. تاني، اي اتوم في الدنيا بيبقى ليها رقم فوقيها ورقم تحتيها لما بكتب السيمبل. الرقم اللي تحتيها ده عدد الالكترونز اللي هو عدد البروتونز. الرقم اللي فوق ده بسميه اتوميك ماس. يعني ايه اتوميك ماس؟ يعني وزن الاتوم. وزن الاتوم ده التقل بتاع الاتوم. طب هو التقل فين؟ في النيوكليوس. طب هي النيوكليوس فيها ايه؟ فيها بروتونز وفيها نيوترونز. يبقى رقم الاتوميك ماس ده هو مجموع البروتونز والنيوترونز مع بعض.
طيب لو انا جيت قلت لك انا وزني او الحاجه اللي قدامك دي وزنها مثلا 60، بقول لك حاجه وزنها 60، ما ينفعش اقول لك 60 واسكت، لازم احدد يونت. هل هي 60 جرام فهي حاجه صغيره قوي، ولا 60 كيلو جرام فهي حاجه كبيره شويه، ولا 60 طن، ولا لازم احدد لك 60 ايه، ما ينفعش من غير يونت. فانا ما ينفعش اقول لك الاتوميك ماس وزن الاتوم 23 واسكت. 23 ايه؟ لازم ميجرنج يونت زي ما اي حاجه ليها ميجرنج يونت. قال لك صح، معاك حق. الميجرنج يونت بتاعت الاتوميك ماس هسميها اتوميك ماس يونت، هاخد اول حرف من كل كلمه فيهم فهسميها AMU اتوميك ماس يونت. قال لك بذمتك مش دمها تقيل؟ يعني انا هكتب 23 AMU؟ لا دمها تقيل. قال لك صح صح معاك حق، احنا هنكتفي بيو بس. فلما نيجي نقول الاتوميك ماس بتاعة الصوديوم كام، وزن الصوديوم كام، هقول لك 23 يو. طيب تعال نشوف مثلا الكالسيوم 20 40. تقدر تقول لي الكالسيوم الاتوميك ماس بتاعها كام؟ حاضر عيني. الرقم اللي فوق هو الاتوميك ماس صح، اللي هو مجموع البروتونز والنيوترونز. يبقى هقول الاتوميك ماس بتساوي 40. 40 ايه؟ 40 عفريت؟ 40 ايه؟ لازم يونت، هنقول ايه؟ يو. يبقى دلوقتي انا عرفت ان اي سيمبل هياخد الرقم اللي فوق ده اسمه الاتوميك ماس، يعني وزن الاتوم، يعني مجموع البروتونز والنيوترونز مع بعض، لان هم الحاجه التقيله اللي في الاتوم. ولازم طالما بقول لك اتوميك ماس يعني بتكلم على وزن، فلازم يكون عندي يونت، اليونت اسمها يو، اللي هي جايه من اختصار كلمه اتوميك ماس يونت AMU، خدنا منها اليو. فهنا اهو بقول لك انه اي سنجل اللي فوق ده الاتوميك ماس اللي هو مجموع البروتونز والنيوترون، والميجرنج يونت بتاعته AMU اللي هي اختصارها يو. طيب في بقى حاجه تانية. دلوقتي كل اللي انا قلته ده كان تمهيد للي جاي. انا من دلوقتي حالا اللي احنا نقوله دلوقتي هو بقى الدرس بتاعنا. ايه بقى؟ بيقول لك انا دلوقتي يا دكتور لما اجي اتكلم معاك واقول لك مثلا الكربون اللي هي الايكويشن اللي كتبتها لك في الاول خالص، اللي هي الكربون مع الاكسجين تديني كربون دايوكسيد، فانا هكتبها كايكويشن. كربون يعني سي، اكسجين يعني O2، مع بعض هيدينا CO2. طيب انت عارف هو فعليا الايكويشن دي، طبعا الايكويشن بالانس، كربون داخله بواحد طالعه بواحد، الاو داخله باتنين طالعه باتنين. هتقولي دكتور هو انت ليه كاتبه O2؟ مش السيمبل او حبيبي، السيمبل بكتبها او لما بكون بكتب فورميولا، عشان الفورميولا دايما قلنا بكتب السيمبل بتاع الاتوميه الواحده. لكن هل الاكسجين في الطبيعه بيقعد لوحده؟ لا، الاكسجين فراك فلازم يعمل بوند مع حد، فلما بيعمل بوند او كوفيلنت بوند او فبسميه اكسجين موليكيول، عشان هو عامل ايه؟ عشان هو عامل كوفيلنت بوند جواه. المهم انت عارف ده معناه ايه اللي انا كاتبه لك؟ المفروض معناه ان هنا طالما ما فيش ارقام مكتوبه يبقى 1. فالمفروض ان انا مثلا لو عايزه اقول لك تعمل طريقه كيكه، فهقول لك مقادير الكيكه، هقول لك مثلا هات كوبايتين دقيق على كوبايه زيت. فانا دلوقتي في معمل واحنا واقفين في المعمل، وانا عايزه اقول لك طريقه عمل الايكويشن ديت، عايزه اقول لك طريقه عمل الرياكشن. المفروض اللي انا كاتبه لك ده معناه ايه؟ معناه 1 كربون اتوم. معناه 1 كربون ايه؟ اتوم. وده معناه 1، هنا مفيش حاجه يبقى ده 1 اكسجين موليكيول. طيب يا ترى هل انت هتعرف تفتح الدولاب اللي في المعمل وتطلع لي 1 كربون اتوم او تطلع لي 1 اكسجين موليكيول؟ مستحيل. مستحيل ليه؟ لان دي حاجات اصلا ما بتتشافش بالعين. فاكر انت السنه اللي فاتت في الانتجريتد خدت ان في حاجه اسمها نانو، وانه النانو ده حاجه صغيره جدا 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 مستحيل تتشاف بالعين. فالكربون اتوم او اي اتوم عموما او اي موليكيول دي حاجات صغيره ما ينفعش اشوفها بعيني. يعني كوبايه الميه مثلا، شويه الميه دول اللي انت بتاخدهم، بق الميه اللي انت بتاخده في الاف الموليكيولز من الميه، انا ما ينفعش اشوفها كده بعيني، واحده دي صغيره. طيب امال انا يعني هقول لك تدخل تعمل ايكويشن، فهقول لك هات لي ايه على ايه، هقول لك 1 كربون اتوم، فانت بتقولي ما ينفعش.
ما ينفعش ان هو ما بيتشافش بالعين. امال هقول لك ايه، جه واحد راجل كده محترم اسمه افوجادرو، قال لك انا هحلها لكم. هتحلها ازاي يا عم افوجادرو؟ قال لك بص، مش احنا عندنا في السوق لما بنيجي نشتري اي حاجه والحاجه دي فيها 12 قطعه بنسميها ايه؟ برافو، بنسميها دستة. يعني لو انا اشتريت 12 قلم هيبقى اسمها دستة. لو اشتريت 12 بيضة هيبقى اسمها دستة. لو اشتريت 12 كتاب هيبقى اسمها دستة. فهو قالك انه اي 12 في الدنيا، 12 ولد دستة، 12 بنت دستة، 12 كوباية دستة. فخلاص اي حاجة اسمها 12 من اي حاجة في الدنيا تبقى دستة. فافوجادرو ده قالك انا هعمل لك يونت، اليونت دي هتحل المشكلة، هي اسمها المول. الدستة دي كمية صح؟ الكمية دي 12. قالك المول ده برضو كمية. الكمية دي كام؟ قالك الكمية دي بيبقى فيها 6.02 باي 10 باور 23. ايه؟ اي حاجة. هو انا مش بقولك الدستة 12؟ 12 ايه؟ اي حاجة. 12 قلم، 12 كشكول، 12 جزمة، 12 بنت، 12 ولد، 12 كوباية، اي 12 هيتقال عليه دستة. اي كمية 12 مع بعض هقول عليها دستة. فهو افوجادرو قالك اي كمية بتحتوي على العدد ده من الاتومز او من الايونز او من الموليكيولز او من اي بارتيكل هسميها المول. فهو اخترع لك كميه اسمها ايه؟ اخترع كميه اسمها مول. زي ما هم مخترعين الدستة كده فيها 12، هو قال لك المول فيه كام؟ 6.02 باي 10 باور 23. ده الرقم ده لازم تحفظه كويس جدا جدا جدا، ما ينفعش تغلط فيه لان هو فيه مسائل كتيره قوي هنحلها بالرقم ده. الرقم ده على فكره حاجه كبيره، انت متخيل ال 6.02 دي قصادها 23 زيرو؟ ده حاجه كتيره قوي على فكره. ليه؟ لان احنا اصلا بنقول اتومز صغننه جدا. انا دلوقتي لو عندي مثلا الايكويجن اللي انا كنت بتكلم فيها دي من شويه، تعالى بقى مش هقول لك بقى 1 كربون اتوم و1 اكسجين موليكيول، لا 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 لا، الكلام ده مش مظبوط. امال قال لك هنقول ايه؟ قال لك يا سيدي انا هاجي هنا، بلاش دي خالص، اكتب لك اهو في صفحه جديده دي مرخمه. ادي الكربون بلس الاو 2 هتدينا سي او 2. على كلام افوجادرو طبعا انا عندي اي واحده في دول في جنبها 1، طالما ما فيش رقم مكتوب يبقى دي 1، يبقى ده 1 مول من الكربون اتومز، ده 1 مول من الاكسجين موليكيولز. يبقى اي ايكويشن بشوفها في جنبها 1 كده، في جنبها 2، يبقى انا قصدي 1 مول او قصدي 2 مول. ايه بقى دول؟ انا جيت خدت لك كميه كده بقول لك خد دول 3 مول، 3 مول اي حاجه. فال3 مول دول يعني ايه؟ يعني كل مول جواه كام؟ 6.02 باي 10 باور 23. خلاص. اديت لك كوبايه نسكافيه، بقول لك كوبايه النسكافيه دي مول. يعني ايه كوبايه النسكافيه ديت مول؟ يعني فيها كام موليكيول من النسكافيه؟ فيها 6.02 باي 10 باور 23. اديت لك شويه ميه وقلت لك الميه دي مول، يبقى كده هوت فيها 6.02 باي 10 باور 23 موليكيول من الميه. طب اديت لك كميه من حاجه وقلت لك الحاجه ديت مثلا 3 مول، تقدر تقول لي كام عدد الموليكيولز اللي فيها؟ اقدر. ازاي؟ مش احنا قلنا ان الواحد مول من اي حاجة بيبقى جواه 6.02 باي 10 باور 23؟ مش احنا قلنا كده؟ طيب انت دلوقتي بتقولي لي عايزة تعرفي ال3 مول فيها كام؟ صح؟ فيها كام اتوم؟ فيها كام موليكيول؟ انا هاجي هعمل كروس مالتيبليكيشن، فهقول 3 مولز باي الرقم ده. على فكرة الرقم ده اللي هو 6.02 باي 10 باور 23، الرقم ده بسميه افوجادرو نمبر. طبعا انت عارف الكاريزما بتاعت الساينتست، اي واحد فيهم يخترع اي حاجة او يقول اي حاجة يسميها باسمه. فافوجادرو قال لهم مش انا اللي اخترعت الحاجة اللي اسمها المول اللي هي جواها 6.02 باي 10 باور 23، فدي
الرقم ده اللي هو 6.02 باي 10 باور 23 هسميه على اسمي، هسميه افوجادرو نمبر. خلاص؟ طيب هو انا كده عملت ايه؟ انا كده قلت ان عدد الموليكيولز او عدد الاتومز بيساوي 3. ايه التلاتة دي؟ عدد المولز باي الرقم ده. ايه الرقم ده؟ افوجادرو. لا معلش تاني يا دكتور، تاني. انا بقول لك دلوقتي ان انا مديالك 3 مول من اي ماده، 3 مول مثلا من الكالسيوم كربونات. انا مديالك شويه حاجه كده في اللاب، شويه بودره كده، بقول لك خد الشويه دول كالسيوم كربونات، دول 3 مول. تقدر تقول لي فيهم كام موليكيول كالسيوم كربونات؟ اقدر. ازاي؟ افوجادرو حلها لنا. افوجادرو قال ان المول الواحد هيبقى فيه 6.02 باي 10 باور 23 موليكيول. ده عدد الموليكيولز من الكالسيوم كربونات اللي موجوده في المول الواحد. انت بتقولي لي انا عايزه اعرف ال3 مول فيهم كام موليكيول، صح؟ فالطبيعي الشكل اللي قدامي ده هروح انا عامله له كروس مالتيبليكيشن. فهقول لك انا عايزه احسب مين؟ عايزه احسب عدد الموليكيولز. عشان اجيب عدد الموليكيولز هعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. هعمل ال3 مولز باي الرقم ده اللي سميناه افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. طب ما انا ممكن احول الكلام ده ان انا اخليه قانون رسمي. ايه القانون الرسمي يا باشا؟ قال لك اي حاجه يطلب منك فيها تحسب عدد الاتومز او عدد الموليكيولز او عدد الايونز، ايا كان اسمها ايه الحاجه اللي هو بيقول لك احسب لي عددها، هتقول له عينيا عايزني احسب لك عددها، يبقى انا هشوف هم كام مول واعمل عددهم باي الافوجادرو نمبر، لان المول الواحد فيه افوجادرو نمبر اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. قلت لي بقى معايا 3 مول، قلت لي معايا 300 مول، قلت لي معايا 3000 مول. عدد المولز باي افوجادرو هو العدد اللي انت بتسالني عليه. فانا جيت مثلا اديت لك كوبايه مثلا اي حاجه، كوبايه هيدروكلوريك اسيد من المعمل، بقول لك بص الازازه ديت فيها هيدروكلوريك اسيد، الهيدروكلوريك اسيد دوت قول لي فيه كام موليكيول. حاضر، قولي لي بس هو فيه كام عدد المولز. فانا قلت لك مثلا عدد المولز 5، هتقول لي حاضر، المفروض المول الواحد فيه عدد افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. يبقى انت بتقولي لي فيه مثلا 5 مول او 6 مول، 6 مول مثلا، هاخد ال6 باي عدد افوجادرو. يبقى انا بقول لك ان الازازه اللي انت مديهاني ديت فيها الرقم ده. طيب هحسبها ازاي على الكالكوليتور؟ هاجي اعمل 3 باي الرقم ده، هعملهم على الكالكوليتور 3 باي ال 6.02 الرقم اللي هيطلع، وهروح منزله جنبه باي 10 باور 23 موليكيول بقى، اتومز، ايونز، زي ما هو بيسالني. تعال نشوف كده نحل كام سؤال مع بعض من الشيت عشان المعلومه تثبت اكتر. تعالى هنا بقول لك ايه الاول، بقول لك اهو انا عندي هنا هو دي 12 يبقى دي الدسته. طيب المول، الدسته فيها 12، المول فيه كام؟ قال لك المول فيه 6.02 باي 10 باور 10 باور 23. طيب ايه هو تعريف المول؟ بيقول لك بص تعريف المول هو measuring unit للاماونت، كميه. يعني انا لما اجي ادي لك كميه من الحاجه في اللاب بقول لك ده كذا مول. يبقى احنا التعامل بينا في اللاب ايه؟ بالمول. لما نكون في المطبخ بقول لك اديني مثلا كوبايه زيت، اديني كوبايتين دقيق. لا، في اللاب بنتعامل بالمول. يبقى هي كميه، الميجرنج يونت بتاعت الكميه بتاعت الاماونت هي المول. ودي يونت بنقول عليها اي اس. يعني ايه اي اس؟ يعني انترناشونال سيستم. فاكر السنه اللي فاتت في الانتجريتد لما كنا بنقول انه التمبريتشر ممكن تتقاس بالسلسيوس، ممكن تتقاس بالكلفن، ممكن تتقاس باي بالفهرنهايت، واحنا عندنا بقى حاجه اسمها انترناشونال سيستم. دي اليونت العالميه اللي بيتعاملوا بيها في العالم كله. فالمول دي يونت عالميه بيتعاملوا بيها في العالم كله، فهي دي الانترناشونال سيستم. وقال لك ان المول ده هو اي كميه بتحتوي على 6.02 باي 10 باور 23. يعني انا اي كميه اديها لك واقول لك ده مول، تعرف ان دوت فيه 6.02 باي 10 باور 23. مديها لك كوبايه قهوه، بقول لك كوبايه القهوه ديت فيها 7 مول، يبقى فيها كام موليكيول قهوه مثلا؟ يبقى هي فيها 7 باي 6.02 باي 10 باور 23.
هاجي على الكالكوليتور اعمل السبعه باي 6.2 اطلع الناتج بتاعهم وانزل باي 10 باور 23. خلاص. طيب سيب الحته دي دلوقتي، هفهمها لك كمان شويه. نرجع بس الاول ايه، نشوف شويه مسائل هنا اهو. هنا مثلا بيقول لك ايه، بيقول لك كالكيوليت عدد الهيدروجين اتومز في 2 مول CH4. CH4 ده الميثان صح؟ طيب هو بيقول لك انا عندي كام؟ تعالى بس كده اهوت نشوف نقرا المساله. بيقول لك انا عايزك تحسب لي عدد الهيدروجين اتومز. بص يا باشا، اي حاجه يطلب منك فيها تحسب له عدد اتومز يبقى انت عارف ان انت محتاج عدد مولز باي افوكادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. طيب هو بيكلمني على مين؟ على السي اتش 4. تعالى كده نشتغلها هنا على جنب. السي اتش 4 ده انا عايزه افصصه. هو بيكلمني على هيدروجين اتومز، فانا عايزه افصص ده اللي قدامي ده، افصصه الاتومز. مين الاتومز اللي فيه؟ عندي كربون اهي، واحده كربون، وعندي كام هيدروجين؟ 4 هيدروجين اهو. طيب الكلام ده معناه ايه؟ لما اجي اكتبها كده ده معناه CH4 دي هل في رقم جنبها هنا؟ لا، يبقى دي 1. 1 ايه؟ ها برافو عليك، 1 مول. يبقى ده 1 مول من CH4، 1 مول من الميثان. في 1 مول من الكربون اتومز، وفي 4 مولز من الهيدروجين اتومز. حلو. هو بيسألني على مين؟ هو بيقول لي المول من CH4 ده فيه كام مول هيدروجين اتومز؟ واحدة واحدة. أنا دلوقتي ده عندي 1 مول، طلع بيحتوي على 4 مولز من الهيدروجين اتومز. بس هو في السؤال مش بيقول لي انا عايزك تحسبي لي في ال1 مول، قال لك انا عايزك تحسبي لي في 2 مول. ماشي، احنا فصصنا وطلع ان المول CH4 عنده 4 مول H، يبقى ال2 مول CH4 فيهم كام مول من الاتش؟ هعمل كده كروس مالتيبليكيشن، هيبقى 2 باي 4، هيبقى 8 مول من الاتش. هو بيقول لك احسب لي عدد المولز بتاعت الاتش ولا بيقول لك احسب لي عدد الاتومز بتاعتها؟ عايز عدد الاتومز. طيب ما انا عندي قانون بيقول ان عدد الاتومز بيساوي عدد المولز باي افوكادرو. انا طلعت عندي عدد المولز كام؟ 8. اعملها باي افوكادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. خد لي الاثنين دول مع بعض باي بعض كده على الكالكوليتر، واللي يطلع تكتب لي جنبه 10 باور 23. انا كده قلت لك انت عندك كام هيدروجين اتومز. هعملها لك تاني بس في الوايت بورد عشان تبقى برضو ايه فردتها لك اكتر. هو بيقول لي CH4 ده بيقول لي احسبي لي لو عندك 2 مولز من CH4 هيبقى فيهم كام اتوم هيدروجين. يعني انا اديت لك كده اهوت شويه CH4 في بيكر، وبقول لك CH4 دول عدي لي فيهم كام هيدروجين اتوم. ايه ده، هي الاتومز بتتشاف؟ هعدها لك ازاي؟ عدها لي بالقانون بتاع افوكادرو اللي هو قاله. طيب قانون افوكادرو كان قايل ايه؟ كان قايل ان انا عشان احسب عدد الاتومز او عدد الموليكيولز لازم اجيب عدد المولز، ولما اوصل لعدد المولز اعمله باي افوكادرو. فانا لازم الاول يكون عندي عدد الايه؟ المولز. هو بيسالني على مين؟ على الهيدروجين اتوم. امسكها لي واحده واحده. لما اجي اقول لك CH4 هي دي جنبها اي رقم؟ لا، يبقى دي 1. 1 ايه؟ 1 مول من CH4. فصصها لي. ايه الاتومز اللي فيها؟ والله عندي كربون سي واحده، ادي واحده، وعندي اتش بس الاتش معاها 4 فهحط هنا 4. طيب هو السؤال بيقول لي انا عايز CH4 في كام هيدروجين اتومز، يبقى انا ماليش دعوه بالكربون خالص. انا كده عندي 1 مول ميثان فيها 4
مولز من الهيدروجين اتومز. طيب هو في السؤال قال لك لا 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 انا مش عايزك تحسب لي في المول الواحد، احسب لي لو انا مديلك 2 مول من الميثان هيبقى فيها كام مول من الهيدروجين اتومز؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن بالعقل. لو المول فيه 4 مول هيدروجين يبقى الاتنين فيها كام؟ 8 مولز من الهيدروجين اتومز. طب هو انا يا حبيب قلبي عايزاك تحسب لي عدد المولز بتاعت الهيدروجين اتومز ولا عايزاك تحسب لي عدد الاتومز بتاعت الهيدروجين؟ لا انا عايزاك تحسب لي عدد الاتومز نفسها. حاضر. عدد الاتومز قانونها بيقول عدد المولز باي افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. عندك كم مول؟ 8 باي افوجادرو 6.02 باي 10 باور 23. دول على الكالكوليتور مع بعض ونزل ال 10 باور 23. ده عدد الهيدروجين اتومز اللي عندك في 2 مول ميثان بمنتهى البساطه. تمام؟ طيب تعالى نشوف مسألة تانية اهو. دي حليناها اهو. عمل ايه هنا اهو؟ عمل عدد المولز بتاعت الهيدروجين اللي هي 8 باي ال 6.02 طلع الرقم ده ونزلنا ال 10 باور 23 زي ما هي. طيب هنا مثلا بيقول لك احسب لي عدد الموليكولز. في حاجة برضو عايزة اقولها لك. انا ممكن اخترع لك قانون. خلي بالك انت القوانين بالعقل وبالفهم. يعني انت دلوقتي اتفقنا ان انا عشان اجيب عدد الموليكيولز هبقى محتاجة عدد المولز وهعمله باي افوجادرو، صح؟ طب هو انا ما ينفعش يعني اني اجي في مسألة وادي لك انا عدد الموليكيولز واقول لك احسب لي عدد المولز؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ هعمل ايه؟ لو دي ايكويشن قدامك تعمل ايه؟ انا عايزه عدد المولز لوحدها يبقى اللي جنبها بالباي ده اخلص منه او اديه الناحيه الثانيه بالديفايد. فيبقى عندي قانون بيقول ان عدد المولز خدتها لوحدها اهو، عدد المولز وبديت ده الناحيه الثانيه بالديفايد، يعني هيبقى بيساوي عدد الموليكيولز ديفايد افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. انا عملت قانون اهو، عدد المولز بيساوي عدد الموليكيولز ديفايد عدد افوجادرو. خلاص اهو عملتها لك على شكل قوانين اللي هي بتاعه الماجيك تراينجل. لو انا عايزه عدد البارتيكلز، يعني ايه بارتيكلز؟ يعني زي ما هو بيسالك في السؤال، قال لك اتومز، قال لك ايونز، قال لك موليكيولز، زي ما بيسالك. عايز عدد يبقى عدد المولز باي افوجادرو. طب افرض لا انا هدي لك انا عدد الموليكيولز وعايزاك تجيب لي عدد المولز. حاضر، يبقى عدد المولز خبيها كده بقت عدد الموليكيولز ديفايد افوجادرو زي ما احنا لسه حاسبينها. طيب تعالى هنا شوف، بس مدي لك اهو مثلا سؤال تاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسب لي عدد الموليكيولز. هو اول ما اشوف في السؤال احسب لي عدد الموليكيولز بعرف ان قانوني ايه؟ عدد المولز باي افوجادرو. مديلك بيقول لك انت عندك 0.2 مول، كتر خيره. ادي ال 0.2 مولز، ادي عدد المولز باي افوجادرو، ادي افوجادرو. هعمل ال 0.2 باي 6.02 طلع الرقم ده ونزلت ال 10 باور 23 زي ما هي. يبقى انا كده اهوت جبت له عدد الموليكيولز تاني بمنتهى البساطه. قال لي عدد الموليكيولز، رحت جايب له عدد المولز باي افوجادرو. هو مديني المولز وانا حافظ افوجادرو، عملتهم باي بعض خلصت الدنيا. طيب هنا برضو بيقول لك احسب لي عدد الموليكيولز. حاضر، عدد الموليكيولز خلاص انا فاهم. ايه بيركلوريك اسيد ده؟ بص، اي اسيد يبقى دايما تعرف ان هو بيبدا ب اتش. اي اسيد يبقى بيبدا بايه؟ ب اتش. بيركلوريك، كلوريك يبقى فيها سي ال. لو انا كتبت اتش سي ال كده ده بقى ده اسمه هيدروكلوريك. امال البيركلوريك دوت ايه؟ بحط او 4 كده في الاخر. هيتكرر معانا كتير فانت خلاص مع الوقت هتلاقي نفسك اصلا حفظته. خلاص، يبقى بيركلوريك اسيد ده يعني ايه؟ اسيد يبقى دايما اوله اتش. خلاص، اتش. كلوريك يبقى سي ال. طب هو بيركلوريك اسيد يبقى اتش سي ال او 4. المهم
بيقول لك احسب لي عدد الموليكيولز. خلاص عدد الموليكيولز، عدد المولز باي افوجادرو. عدد الموليكيولز كام؟ عدد المولز باي افوجادرو. هو مديلك عدد المولز كام؟ 0.1. يبقى عدد المولز اهو 0.1. افوجادرو انت حافظه كام؟ 6.02 باي 10 باور 23. هتمسك الاتنين دول مع بعض كده اهوت في الكالكوليتر، طلع معاك الرقم ده، وال10 باور 23 نزلها زي ما هي. طيب تعالى ناخد سؤال كمان. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسب لي عدد الكربون اتومز اللي موجودين في 0.35 مول من الجلوكوز. ايه بقى ده؟ تعالى معايا على الوايت بورد. بص يا سيدي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز عدد الكربون اتومز اللي موجوده في 0.35 مول من الجلوكوز اللي هو C6H12O6. عايز نحسب له عدد مين؟ الكربون اتومز. طيب تعالى نمسكها واحده واحده كده بالعقل. هو المفروض الجلوكوز C6H12O6. هو بيكلمني عن اتومز صح؟ طب ما تيجي نفصص الاتومز اللي فيه. C6 يعني 6 كربون، H12 يعني 12 هيدروجين اتوم، O6 يعني 6O. بس احنا اتفقنا على حاجة، دي مش عدد اتومز، دي عدد المولز من الاتومز. يعني ايه؟ يعني ده 1 مول جلوكوز. ال1 مول جلوكوز ده فيه 6 مول كربون اتومز، وفيه 12 مول هيدروجين اتومز، وفيه 6 مول اكسجين اتومز. هو بقى في السؤال بيقول لك ايه؟ بيكلمك عن مين؟ بيكلمك عن الكربون. يعني انا هاخد اللي يخصني في الكلام، هقول ان ال1 مول جلوكوز طلع فيه 6 مول كربون صح؟ يبقى 0.35 مول جلوكوز اللي هو بيسألني عليهم تاني، المول الواحد من الجلوكوز فيه 6 مول كربون. خلاص؟ يبقى 0.35 اللي هو بيسألني عليها في السؤال فيها كام مول من الكربون؟ هاجي كده واعمل كروس مالتيبليكيشن، هقول له عدد المولز بتاعت الكربون بيساوي هيساوي كام؟ اضرب لي الرقمين دول فوق. يبقى انا هعمل ال 0.35 اهي باي الستة هتطلع 2.1. بس خلي بالك 2.1 ايه يا حبيب قلبي؟ مول كربون. هو بيقول لي احسبي لي عدد مولز الكربون؟ لا، قال لي احسبي لي عدد اتومز الكربون اللي في الكميه دي. حاضر سهله، ما انا عندي القانون بتاعي بقى اللي انا عارفاه، ان انا عايزني احسب لك عدد اتومز او عدد اي حاجه في الدنيا، يبقى هات لي عدد المولز باي افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. انت بتقول لي احسبي لي عدد الاتومز بتاعت الكربون اللي في الكميه دي من المولز بتاعت الكربون. انا عندي كام مول كربون؟ عندي 2.1 باي افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. هتعمل الرقمين دول باي بعض وتنزل ال 10 باور 23، يبقى انت كده جبت ايه؟ جبت عدد الاتومز بتاعه الكربون اللي في الكميه دي. تعال نبص هنا مع بعض اهو. بص هنا بيقول لك ايه اهو، بتاعه الجلوكوز اهي. جبت الاول 0.35 باي 6. 6 ديت اللي هي ايه؟ اللي هي عدد المولز بتاعه الكربون اللي احنا قلنا فيه 6 مول من الكربون. عملناها في الكميه اللي هو قايل عليها ديت، تمام؟ وبعد كده عملناها باي عدد افوجادرو فجبنا عدد الاتومز. طيب تعالى نلعبها تاني بس بطريقه تانيه. تيجي نغير السؤال، نفس السؤال كده بس نحسب عدد الهيدروجين اتومز اللي موجوده. تعال بص يا سيدي،
افتح لي بقى كشكولك اهو. ده سؤال ايه؟ سؤال تاني في نفس الحاجه بس سؤال تاني. انا دلوقتي بقول انه انا عندي الجلوكوز C6H12O6. خلاص؟ طيب المفروض ان احنا قلنا ان ده كده الجلوكوز مفيش جنبه رقم، فده كده ايه؟ 1 مول من الجلوكوز. طيب انا المول من الجلوكوز ده فيه ايه؟ فيه 6، يبقى ده كده هو 1 مول جلوكوز بيحتوي على 6 مول كربون اتومز و12 مول هيدروجين اتومز و6 مول اكسجين اتومز. انا دلوقتي هلعب معاك اللعبه ايه؟ هلعبها معاك جلوكوز وهيدروجين. طيب يبقى كده بنقول ان الواحد مول من الجلوكوز بيحتوي على 12 مول من الهيدروجين. يبقى يا ترى ال 0.35 مول جلوكوز اللي هو بيكتبهم لي في السؤال فيهم كام مول هيدروجين؟ فهروح اعمل كروس مالتيبليكيشن. هقول 0.35 باي 12. انا كده ابقى جبت ايه؟ ابقى جبت عدد المولز بتاعت الهيدروجين اتومز. هو عايزني احسب له عدد الاتومز نفسها. خلاص يبقى هشوف الرقم اللي هيطلع لي هنا. الرقم اللي طلع، استنى اجيب الموبايل كده اهوت نشوف الكالكوليتور اهو. هنعمل 0.35 باي 12 طلعت 4.2. يبقى ال 4.2 ديت انا عدد ايه؟ عدد مولز الهيدروجين. هاخد عدد، عايزه عدد الاتومز بتاعت الهيدروجين، يبقى هاخد عدد المولز بتاعت الهيدروجين باي افوكادرو، اللي هي احنا طلعنا عدد المولز كام؟ 4.2 باي 6.02 باي 10 باور 23. هاخد الاتنين دول مع بعض على الكالكوليتور اهو. باي 6. اوعى تنسى الزيرو قبل التو. 6.02 خلاص هتطلع 25.284 باي 10 باور 23. ده عدد الهيدروجين اتومز اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في 0.35 مول من الجلوكوز. يبقى بمنتهى البساطه. طيب يبقى انا لازم الاول اجيب المول الواحد بفصصه. يبقى تاني الخطوات، المول الواحد بفصصه، بشوف جواه كام مول من الحاجه. بعدين بشوف، انت مش بتسالني على المول، بتسالني على 0.35 مول او 0. مش عارفه كام مول او 7 مول او مش عارفه كام مول. الرقم اللي انت مديهولي انا بشوف من الايكويشن اللي قدامي، المول عندي فيه ايه. بعدين بشوف الرقم اللي انت مديهولي، بشوف عدد المولز ده هيبقى فيه قد ايه. هعمل كروس مالتيبليكيشن. جبت عدد المولز هعمله باي عدد افوكادرو، ابقى انا كده جبت ايه؟ ابقى كده جبت العدد بتاع الاتومز. بص السؤال ده بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك كالكيوليت عدد النيتروجين اتومز اللي موجوده في 0.25 مول من الكالسيوم نيتريت. خلي بالك، هو انت لو ما بتعرفش تكتب الفورميولا بتاعت الكالسيوم نيتريت المساله طارت منك. هتعرف ايه؟ هو بيقول لك كالسيوم نيتريت، انت ما بتعرفش تكتبها، شكرا، سيب السؤال بقى يا حبيبي واقعد بقى عيط على الدرجه بتاعته. طيب تعالى ناخد السؤال واحده واحده. احنا قلنا كالسيوم نيتريت وبيسالني على النيتروجين اللي في ربع مول. يلا بينا. اولا هو بيتكلم على ربع مول اهو، ننقل الحاجه عشان ما ننساش. بيتكلم على ربع مول وبيتكلم على عدد النيتروجين اتومز اللي في الكالسيوم نيتريت. اول حاجه لازم اكون بعرف اكتب الفورميولا. طيب كالسيوم Ca نيتريت NO3. الفالنسي بتاعت الكالسيوم 2 والفالنسي بتاعت النيتريت 1. النيتريت دي اتوميك جروب على بعضها، الفالنسي بتاعتهم ب1. المفروض ان انا هعمل كروسنج تبديله، فالكالسيوم تاخد 1 والونات ما بتتكتبش. النيتريت كشله كده على بعضها NO3 هتاخد 2.
انت فاهم الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان الواحد مول من الكالسيوم نيتريت اهي، ما هي طالما ما فيش حاجه مكتوبه جنبها يبقى 1 مول، يبقى ده 1 مول من الكالسيوم نيتريت. تعالى فصص لي كده يا باشا الاتومز اللي فيه. كالسيوم واحده، خلي بالك ال2 دي مالهاش دعوه بالكالسيوم، انا بقول CaNO3. ال NO3 ديت براكت وبره فيه 2 صح؟ يبقى الكالسيوم 1 مول اهو، 1 مول كالسيوم اتومز بلس ال2 ديت تخص النيتروجين وتخص الاكسجين. النيتروجين مفيش تحته رقم، يبقى هو 2 بس اللي بره، يبقى 2 مول نيتروجين، 2 مول نيتروجين. الاكسجين بقى في تحته 3 وبره 2، لما يكون رقم بره ورقم تحتيه بعمل باي، يعني كده الاكسجين 2 باي 3 6، يبقى كده الاكسجين عندي 6 مول اكسجين. تاني، انا دلوقتي قلت ان الفورميولا بتاعتي كالسيوم نيتريت، وصلنا للفورميولا اللي هي CaNO3 براكت حوالين ال NO3 2. البراكت ده معناه ايه؟ معناه اولا الكالسيوم دي لوحدها 1 مول كالسيوم، ال2 تخص الN ديت وتخص الO ديت، الN مفيش تحتيها ارقام يبقى هي هتاخد ال2 بس، يبقى 2 مول نيتروجين. الاكسجين تحتيها 3 يبقى 2 باي 3 6، يبقى 6 مول اكسجين. طب هو اصلا في السؤال بيكلمني على مين؟ في السؤال بيكلمني على النيتروجين، يبقى هقول له والله كده المول من الكالسيوم نيتريت عنده 2 مول من النيتروجين اتومز صح؟ يا ترى انت في السؤال بتقولي 0.25 مول من الكالسيوم نيتريت في كام مول من النيتروجين اتوم؟ فانا المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن بالشكل ده، فهقول 0.25 باي 2 طلعت نص مول من النيتروجين اتومز. طب هو انت عايزني عدد المولز من النيتروجين؟ لا، انا عايزه عدد الاتومز اللي جوه النص مول. ماشي، عايز عدد الاتومز، ارفعها بس فوق شويه كده عشان نوسع لنفسنا. عايز عدد الاتومز بتاعه النيتروجين، يبقى هقول عدد المولز باي افوجادرو. افوجادرو اللي هي كام؟ 6.02 باي 10 باور 23. طيب تعالى نحسبها. عدد المولز نص باي 6.02 باي 10 باور 23. خد لي الرقمين دول باي بعض كده على الكالكوليتر، يبقى 0.5 باي 6.02 هتطلع 3.01 باي 10 باور 23. ده عدد النيتروجين اتومز في الكمية دي. تعال نشوف كده احنا حلينها كده اهو. طلع اهو الرقم اللي احنا لسه حاسبينه 3.01 باي 10 باور 23. لو انت بقى ما بتعرفش تعمل الفورميولا بتاعت الكالسيوم نيتريت يبقى السؤال كله طار منك. طيب كده انا خلصت اول حته اللي هي بتاعت ازاي بحسب عدد الموليكيولز. في حاجه بقى مهمه، احنا قلنا انه دايما المول هو الكميه اللي فيها عدد افوجادرو، زي ما الدستة كده هي الكميه اللي فيها 12. احنا قلنا 12 من اي حاجه تبقى دستة صح؟ 12 قلم يبقى دستة، 12 كتاب يبقى دستة، اي 12 تبقى دستة. واي كميه فيها 6.02 باي 10 باور 23 دي بقول عليها مول. سؤال، هو انا لو جبت دستة اقلام ووزنتها وجبت دستة كتب ووزنتها، دول 12 قلم ودول 12 كتاب، هل ده 12 وده 12 فهم دستة، بس هل على الميزان هيطلع نفس الرقم؟ لا، ده دستة وده دستة. طيب انا جبت مثلا هنا ده اهو، ده مول
من الكبر، وده مول من الكربون. مول يعني عدد الموليكيولز اللي فيه او عدد الاتومز اللي فيه 6.02 باي 10 باور 23. يبقى ده مول وده مول، عشان ده فيه عدد افوكادرو وده فيه عدد افوكادرو. بس شوف لما المول ده وزنته طلع ليه ماس معين، ولما وزنت المول ده طلع ليه ماس تاني. يعني تخيل انا قلت 12 قلم و12 كتاب، ما ده 12 يعني دستة وده 12 يعني دستة، بس في فرق في الحجم. جبت 12 راجل وجبت 12 بيبي صغير، دول 12 دستة ودول 12 دستة. هل لو وزنت دول زي وزن دول؟ لا. نفس الكلام، اي كمية فيها عدد افوكادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23 دي مول. لكن هل اي مول بيبقى له نفس الوزن؟ قال لك لا طبعا. فقال لك احنا عندنا حاجة اسمها مولر ماس. عندنا حاجة اسمها ايه؟ مولر ماس. يعني ايه مولر ماس؟ يعني وزن المول. طيب فالمولر ماس ديت اللي هي ايه؟ وزن المول. فهنا هو ده انا هتكلم معاك على قصة المولر ماس. ايه المولر ماس؟ قلت لك هو الماس بتاع 1 مول. انا جبت 1 مول اهو، وقفته على الميزان. الماس بتاع ال1 مول دوت هيبقى هو المولر ماس. طب ايه اليونت بتاعه؟ مش اي ماس بقيسه بالجرام، بس دوت جرام لمين؟ جرام للمول، جرام بير مول، عشان ده مولر ماس. يبقى عشان هو ماس فبحط كلمة جرام، لكن عشان موضوع مولر فبقول جرام بير مول. طب يا ترى بحسب المولر ماس ازاي؟ تعالى معايا يا باشا. قال لك بص دلوقتي المولر ماس عشان نحسبه هتفرق معايا. بمعنى قال لك هتفرق معايا هي اتوم ولا هي موليكيول مثلا او فورمولا يونت. يعني سواء موليكيول بقى، سواء كان كوفيلنت كومباوند، ايا كان، اتوميه واحده غير لو كانت مجموعه من الاتومز. خلاص يبقى انا هنا قصدي اتوميه وهنا قصدي مجموعه من الاتومز ايا كانت بقى هي. لو كوفيلنت هيبقى اسمها موليكيول، لو ايونيك هيبقى اسمها فورمولا يونت. طيب المولر ماس بيتحسب ازاي في الحالتين؟ قال لك في حاله ان هو اتوم زي مثلا الصوديوم 11 23. فاكر لما قلنا ال 23 اللي فوق ديت هي الاتوميك ماس؟ وهي المولر ماس. يعني ايه؟ قال لك يعني لو هو بيسألني على الاتوميك ماس بتاعه الصوديوم اتوم هقول له 23 يو. فاكر اليونت بتاعتنا كان اسمها ايه؟ يو. لكن لو بيقول لي انا عايز المولر ماس بتاعه الصوديوم اتوم، طالما اتوم هاخد نفس الرقم 23 بس هقول له 23 جرام بير مول. يبقى لو انا عندي اتوميه واحده واقفه لوحدها يبقى بشوف الرقم اللي فوق اللي هو الاتوميك ماس، هو هيبقى هو نفسه المولر ماس. بس لو انا بقول اتوميك ماس هتبقى اليونت يو، ولو بقول مولر ماس هيبقى نفس الرقم بس جرام بير مول. ده امتى؟ ده في حاله لو انا بتكلم عن اتوم واحده لوحدها. زي مثلا لو انا جيت قلت لك مثلا المغنيسيوم 12 24، الرقم اللي فوق دوت 24. لو هو بيقول لك احسب لي الاتوميك ماس بتاعه المغنيسيوم هتقول له 24 يو. لو بيقول لك احسب لي المولر ماس بتاعه المغنيسيوم هتقول له برضو ال 24 بس جرام بير مول. جه قال لك مثلا الكالسيوم 20 40، لو قال لك عايز الاتوميك ماس بتاعه الكالسيوم هتقول له 40 يو. انما لو قال لك عايز المولر ماس بتاعه الكالسيوم هيقول له برضو 40 بس 40 جرام بير مول. جه مثلا قال لك السي ال 17 35 ونص. الارقام دي مش حفظ عليك، انت مالكش دعوه بيها. لو جه قال لك انا عايز الاتوميك ماس بتاعت السي ال هتقول له 35 ونص يو. جه قال لك طب انا عايز المولر ماس بتاعها هتبقى برضو ال 35 ونص بس مش يو، جرام
بير مول. الكلام ده كله في حالة ان انا بتعامل مع اتوم واحدة. لكن لو بتعامل مع مولر ماس قالك لا، هشوف كل اتوم جوه الموليكيول ده او جوه الكومباوند ده، هشوف كل اتوم وزنها كام واجمع الاوزان كلها مع بعض. لا مش فاهم. هو انا لو جيت قلت لك وزني 60، هي ال60 دي عباره عن ايه؟ وزن دهوني زائد وزن عضلاتي زائد وزن عظمي زائد وزن دمي زائد وزن كل حاجه فيا، صح؟ يبقى هي أو مجموع الاوزان اللي جوايا. فانا بعمل كده. الموليكيول او الكومباوند هو كذا اتوم مع بعض، كل واحده فيهم عندها الاتوميك ماس بتاعها، يعني المولر ماس بتاعها، هحسبه لها واجمعهم كلهم مع بعض. معلش يا دكتور مش فاهم. بص، لو جيت مثلا قلت لك مثلا صوديوم كلورايد، ده فورميولا يونت صح عشان هو ايونيك، ده كده فورميولا يونت. جيت قلت لك ان الصوديوم، افتح لك كده ارقام هديها لك انا في المساله مش مطلوبه منك. قلت لك الصوديوم ب 23 والسي ال ب 35 ونص، وقلت لك احسب لي المولر ماس بتاعت، قال لك اهو في السؤال احسب لي المولر ماس بتاعت الفورميولا يونت. خلاص انت كلمه فورميولا يونت دي ما تخضكش، هو فورميولا يونت يبقى هو بس انت فاهم ان هو الحاجه ديت جواها ايونيك بوند، ما مش اكتر من كده، لا تعليلي حاجه اكتر من كده. طيب هحسب ازاي؟ هقول الصوديوم والسي ال. هقول الصوديوم الواحده هو مديهاني ب 23. طب انا عندي كام صوديوم؟ هي واحده. هل في تحتيها 2 او 3 او حاجه؟ لا، يبقى هي واحده. السي ال هو مديهاني بكام؟ الواحده ب 35 ونص. خلاص، ده الاتوميك ماس بتاعتها. طب انا عندي كام سي ال؟ هي واحده. يبقى كل اللي انا هعمله اني اقول 23 اللي هي بتاعت الصوديوم بلس 35 ونص اللي هي بتاعت السي ال، هجمعهم مع بعض بقى طلعت كام، وهحط اليونت بتاعتي جرام بير مول. بس كده بمنتهى البساطه. طيب قال لك مثلا احسب لي المولر ماس بتاعت الكالسيوم كربونات. خلاص ده سؤال اهو، وقايل لك الارقام اللي انت محتاج لها. الكالسيوم 40، السي 12، والاو 16. الارقام دي مش حفظ عليك، هيديها لك، بس اللي مش هيديهولك الفورميولا. فانت لو ما بتعرفش تعمل الفورميولا شكرا، السؤال طار. هو الفورميولا بتتكلم على مين؟ كالسيوم كربونات. تعالى كده نعمل الفورميولا على جنب. كالسيوم كربونات. احنا متفقين بنعمل الفورميولا ازاي يا دكتور؟ بنكتب تحت كل كلمه السيمبل بتاعها. كالسيوم يعني CA، كربونات يعني CO3. بعد ما كتبت السيمبل تحت كل واحده بكتب الفالنسي. الكالسيوم الفالنسي بتاعته 2، والكربونات الفالنسي بتاعتها 2. بعدين الخطوه الثالثه اني بعمل كروسنج، بس وانا بعمل الكروسنج بركز هل في سمبليفيكيشن ولا مفيش. 2 هتطير مع 2 تبقى 1 و1، والونات ما بتتكتبش. يعني الفورميولا بتاعتي هتبقى CaCO3. طيب اجي بقى اشوف، انت قايل لي ان الCa الواحده ب40، يعني انت يا CA ب40. طب انا عندي كام CA؟ هي واحده. هل في تحتيها 2 او حاجه؟ لا. طيب السي قايل لي ب 12، طب انا عندي كام سي؟ هي واحده. انا اسمي CaCO3. انا اسمي CA يعني واحده CA، C يعني واحده C، O3 يعني 3 O. الاو الواحده ب 16 عندي منها كام؟ 3. طب هنعمل ايه؟ هفتح كده هقول كالسيوم 40، مفيش غير واحده فهكتبها لوحدها، بلس الكربون 12 اهي، بلس الاكسجين هفتح لها براكتس. هقول ان الواحده ب 16 وانا عندي منها 3، يبقى 16 في 3. هفتح براكت عشان ما اتلخبطش، وهحسبها على الكالكوليتر، والرقم اللي هيطلع هيبقى هو المولر ماس. تعالى نحسبها اهو. ال 16 باي ال3 بلس ال 12 بلس ال 40 طلعت ايكوال 100. 100 ايه؟ 100 جرام بير مول. 100 جرام بير مول. طيب هو انت فاهم يعني ايه 100 جرام بير مول؟ انت فاهم الجمله دي اصلا معناها ايه؟
ركز فيها كده معايا. 100 جرام برمول يعني كل 100 جرام كالسيوم كربونات بيساوي مول. يعني انا في اللاب لو قلت لك هات لي مول كالسيوم كربونات تروح توزن على الميزان 100 جرام كالسيوم كربونات. ال 100 جرام كالسيوم كربونات دول هم المول. ده معنى كلمه ان المولر ماس 100 جرام برمول، يعني ال 100 جرام منها اوزنهم يبقى انا كده بدي لك مول. المول ده اللي جواه كام؟ فاكر اللي جواه كام؟ بعملها باي افوجادرو، اللي هو مثلا لو قال لي جواها كام كالسيوم هروح قايله له جواها 6.02 باي 10 باور 23. خلاص؟ طيب تعال نشوف، نرجع هنا اهو. بقول لك طبعا كل سبستنس عندها المولر ماس بتاعها على حسب مين الاتومز اللي جواها وعدد الاتومز اللي جواها. بعمل ايه؟ بعمل ادنج، بجمع كل الايه المولر ماسز اللي عندي والميجرنج يونت جرام بير مول. بص بقول لك هي لو اتوم لوحدها، الاتش مثلا الهيدروجين هنا 1 والكربون 12 والنيتروجين 14 والاكسجين 16 والصوديوم 23 والسلفر 32. الارقام دي مش حفظ عليك. الارقام ديت المفروض انها الاتوميك ماس 1 يو 12 يو 14 يو 16 يو 23 يو 32 يو. كل واحده فيهم الاتوميك ماس بتاعها اللي هو الرقم اللي فوق اللي انا مدياله حرف اليو كيونت. لو انا بحسب اتوميك ماس، لو قال لي مولر ماس هيبقى نفس الرقم 1 يو 1 برضو بس 1 جرام بير مول، 12 يو 12 بس برضو بس 12 جرام بير مول، 14 يو 14 برضو بس 14 جرام بير مول، وهكذا. انما لو بتكلم على موليكيولز، عندك مثلا ال H2، ال H الواحدة ب1، ال H الواحدة ب1، وانا عندي كام اتشاية؟ عندي 2 عشان ده موليكيول، فهقول 1 باي 2. طب عندك مثلا البي ار 2، البي ار الواحدة ب80، انا باخد الرقم اللي فوق ده فهقول 80 اهي، بس انا عندي منها كام؟ 2، فهقول 80 باي 2 وهكذا. طيب عندي مثلا الصوديوم كلورايد حليناها مع بعض من شويه، صوديوم كربونات. تعالى مثلا نشوف الصوديوم كربونات. الصوديوم كربونات خلي بالك ان انت ممكن تروح في مشكله كبيره لو ما بتعرفش تعمل الفورمولا زي ما اتفقنا، لان انا الصوديوم كربونات الصوديوم Na والكربونات CO3. خلاص؟ الصوديوم الفالنسي بتاعته ب1 والكربونات ب2، فلما هاجي اعمل التبديله هتبقى Na2CO3، هتبقى دي الفورميولا بتاعتك. عارف انت لو ما بتعرفش تكتب الفورميولا كتبت مثلا ال Na بدل ما تكتب لها 2 كتبت Na بس، لا هتطلع غلط، الحسابات هتطلع غلط. دكتور هو انا ليه ما فتحتش براكت للCO3 عشان اديها ال1؟ لان اصلا الونات ما بتتكتبش، انا افتح براكت لما اكون مثلا هكتب براكت 2 براكت 3، لكن الونات ما بتتكتبش. طيب تعالى كده نحسب. قال لك مثلا اهو هو مدي لك الارقام طبعا تحتاج لها، هيديها لك الصوديوم ب 23، الكربون ب 12، الاكسجين ب 16. تعالى نحسب. الصوديوم الواحده ب 23، بس انا عندي منها كام؟ عندي منها 2 عشان انا بقول Na2CO3، Na2 يبقى 23 في 2 بلس الكربون الواحده بكام؟ ب 12 وانا ما عنديش غير واحده، بلس الاكسجين الواحده ب 16 وانا عندي 3، يبقى 16 باي 3. يبقى تاني الان كل واحده كده بكتب بقلم رصاص خفيف وانا بحل كده فوقيها الارقام اللي هو مديها لي. الان الواحده ب 23، انا عندي 2 يبقى 23 باي 2 بلس عشان انا بجمع قلت وزني، وزن دهوني، وزن عظمي، وزن عضلاتي، وزن دمي، وزن كل حاجه، فبجمع. فالصوديوم ال 23 باي 2 ده الصوديوم بلس الكربون 12، مفيش غير واحده بس فمش هعمل باي حاجه. الاكسجين الواحده ب 16 عندي منها 3 يبقى 16 باي 3. الرقم اللي هيطلع بالجرام برمول يبقى دوت المولر ماس بتاعي. طلع كام بقى في الصوديوم كربونات؟ اهو حسب نفس الطريقه اللي احنا قلناها، وطلعت بكام؟ طلعت ب
106 جرام برمول. يعني ايه 106 جرام برمول؟ يعني ايه الصوديوم كربونات المولر ماس بتاعه 106 جرام برمول. يعني تدخل اللاب توزن لي 106 جرام من البودره اللي اسمها صوديوم كربونات، هتبقى دي مول. يبقى انا لو قلت لك انا عايزه اعمل يا حبيب قلبي رياكشن عايزه فيه مول من الصوديوم كربونات، هتروح توزن لي قد ايه؟ 106 جرام من الصوديوم كربونات، هو ده المول. تمام؟ طيب تعالى مثلا نشوف هنا عندي حاجه اسمها هايدريتد كبر سلفيت. بص، كبر سلفيت، ثانيه واحده، كبر سلفيت تعالى نعملها كده على جنب اهو. كبر سلفيت لوحدها، انا هقول لك يعني ايه هايدريتد. كبر سلفيت لوحدها، الكبر سيو سلفيت دي اتوميك جروب CO4، الفالنسي بتاعت الكبر 2 والفالنسي بتاعت السلفيت 2. فلما هاجي اعمل التبديله بتاعتنا اعمل سمبليفيكيشن، ال2 هتطير هي وال2، فبقت الكبر سلفيت CuSO4. هو بيقول لك هايدريتد كبر سلفيت. هايدريتد يعني معاه ميه. كم ميه؟ 5. مش عليك تحفظها، انا بس بفهمك. يعني CuSO4 وبعدين بعمل نقطه كده وبقول 5 ميه، 5 H2O. فهو بيقول لك احسب لي في الهايدريتد كبر سلفيت ده، احسب لي المولر ماس بتاعته. حاضر، مديني الارقام اللي انا محتاجه لها. بيقول لي الكبر ب63.5، وبيقول لي السلفر ب32، والاكسجين ب16، والهيدروجين ب1، وادي الاكسجين برضو ب16. بعمل ايه يا دكتور؟ هبدا احسب. تعالى نحسب الاول الكبر سلفيت كده لوحدها. طيب الكبر الواحده ب63.5، ما عنديش غير كبر واحده، انا CuSO4، يعني واحده CU 63.5 بلس الاس واحده ب32 بلس الاول واحده ب16، وانا عندي منها 4. الرقم اللي هيطلع ده خليني احسبه لك، استنى كده نحسبه لوحده. ما تفتح، استنى، لا مؤاخذة. يلا 63.5، انا عايزه احسبها لك لوحدها لان انا حاسبه الرقم توتال على بعضه. 63.5 بلس 32، ثانيه واحده، بلس 32 بلس 63.5، طلعت الكبر سلفيت دي لوحدها ب159.5. طيب تعالى نحسب الميه. الميه H2O، الاتش الواحده ب1، وانا عندي كام اتش؟ 2، يبقى 1 باي 2 بلس الاكسجين الواحده ب16، وانا ما عنديش غير واحده، انا اسمي H2O، يعني 2 اتش وواحده O، فهكتب 16 زي ما هي. خلي بالك ان انا عندي هنا 5 ووتر، يعني 5، انا الووتر الواحده بكام؟ 2 بلس 16 يعني 18، بس انا مش عندي ووتر واحده، انا عندي 5 ووتر موليكيولز، يبقى هقول ال 18 باي 5 اهو. ثانيه واحده اهو، هتطلع 90. طيب النقطه دي بقى معناها ايه؟ هل هعمل باي؟ مش النقطه دي عندكم في الماس معناها باي؟ هل انا هعمل باي؟ لا، انا اتفقت ان مولر ماس انا بجمع الاوزان اللي عندي، بعمل بلس للحاجات اللي عندي، بعمل وزن كذا وكذا وكذا مع بعض يبقى ده وزني. خلاص، فانا هنا الكبر سلفيت لوحدها طلع وزنها 159.5 بلس الميه الواحده وزنها 18، بس انا عندي 5 ميه، فعملت 18 في 5 بقت 90. اجمع الميه، النقطة دي يعني بلس، اجمع المية مع الكبر سلفيت هيطلع لك الرقم ده. الرقم ده معناه ايه؟ ده المولر ماس بتاع الهيدريتد كبر سلفيت. يعني ايه؟ يعني لو انا عايزة اوزن مول من الهيدريتد كبر سلفيت هروح اوزن 249 جرام ونص، هيبقى هو ده المول. طيب يبقى احنا دلوقتي اتفقنا انه لو عايزة
المولر ماس فهمت معناه انه جرام بير مول ديت معناها ايه. طب انا عايزه بقى افهمك حاجه تانية. بص كده معايا دلوقتي، مش انا قلت لك ان مثلا الصوديوم المولر ماس بتاعها كام؟ المولر ماس بتاعها 23 جرام بير مول. قلت لك ان الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان ال1 مول، معناه ان انا لو قلت لك ال 23 جرام من الصوديوم دول قد ايه، هتقول لي 1 مول. يبقى 23 جرام بير مول معناها ان انا لو وزنت لك 23 جرام من الصوديوم يبقى دول مول. ماشي. لو انا جيت في اللاب ورحت مديالك حته صوديوم 100 جرام وبقول لك يا ترى ال 100 جرام صوديوم اللي انا مدياهم لك دول كام مول؟ اوكي، يعني انت عايزاني احسب لك عدد المولز بتاعه الصوديوم. حاضر، زي ما احنا متعودين بنعمل كروس مالتيبليكيشن. فهعمل ايه؟ هعمل ال 100 جرام باي 1 فهي 100 جرام ديفايد ال 23. هو الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا عشان اجيب عدد المولز بتاعت الصوديوم رحت عامله 100 جرام. هما ال 100 جرام دول ايه؟ وزن انا مديهولك، يعني ماس. يبقى ال 100 جرام دول ماس. عملتهم ديفايد ال 23. هي ال 23 دي كانت ايه؟ كانت المولر ماس بتاعت الصوديوم. يعني انت عشان تحسب لي عدد المولز بتاعت الصوديوم رحت عامل الماس ديفايد المولر ماس. طب ما انا كده عملت قانون. انت واخد بالك انا بعمل ايه؟ انا مش بحفظك القوانين، انا بفهمك القانون جه منين عشان لو نسيته في الامتحان. خلاص؟ وبعد كده هو ده انت بقى تحفظه. خلاص؟ يبقى انا عشان اجيب عدد المولز يبقى بقول الماس ديفايد المولر ماس. يبقى عدد المولز دلوقتي عندي ليها طريقتين على حسب هو بيقول لي احسبي ايه في المسألة. فاكر لما انا تعالى نجمع القوانين كده، قلنا لو عايزه احسب عدد موليكيولز او عدد اتومز او اي حاجه هتبقى عدد المولز باي افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 اس 23. صح؟ مش احنا قلنا كده؟ طيب لو انا عايزه عدد المولز اهو، لو انا عايزه نمبر اوف مولز هقول ايه؟ هودي ده الناحيه الثانيه بالديفايد، فهيبقى عدد الموليكيولز ديفايد 6.02 باي 10 باور 23. ده قانون. جبته منين؟ جبته من القانون اللي قبله. انا مش بحفظ، مش انا قلت المول الواحد فيه 6.02 باي 10 باور 23. طيب انا لو عايزه عدد موليكيولز هقول عدد المولز باي الرقم ده. طب عايزه عدد المولز يبقى عدد الموليكيولز ديفايد افوجادرو. طيب مش انا لسه قايله لما طلبت منك تحسب لي عدد المولز رحت انت عامل ماس ديفايد مولر ماس؟ طيب هو انا مش من هنا ممكن اجيب قانون تاني؟ هو انا مش ممكن اعمل كده مالتيبليكيشن فاقول لك ان الماس بيساوي عدد المولز باي مولر ماس؟ يعني انا ممكن اجي اعمل كده خلاص واكتب هنا الماس واكتب هنا نمبر اوف مولز واكتب هنا مولر ماس. يبقى لو انت عايزني احسب لك الماس يبقى هتبقى نمبر اوف مولز باي مولر ماس. عايز النمبر اوف مولز يبقى الماس ديفايد المولر ماس. طيب تعالى نشوف شويه مسائل. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسب لي عدد المولز. تمام، عدد المولز بتاعه 12 جرام مغنيسيوم، وقايل لك ان المغنيسيوم 24، لان طبعا المغنيسيوم الرقم اللي فوق كده 24. حلو، 12 جرام يبقى انا مديها لك ماس. 24 اللي فوق دي اتوميه واحده يبقى ده المولر ماس بتاعها. نمبر اوف مولز بيساوي ماس ديفايد مولر ماس. الماس قال لك في السؤال ب 12 جرام ديفايد المولر ماس 24، طلع عدد المولز نص مول بمنتهى البساطه.
طيب لو هنا في نفس السؤال قلت لك مش احسب لي عدد المولز، قلت لك احسب لي عدد الاتومز بتاعه المغنيسيوم، حاضر. مش انا حسبت عدد المولز وطلعت نص مول؟ خد النص مول ده اعمله باي افوجادرو زي ما احنا متفقين، هتبقى انت جبت عدد الاتومز. ما هو عدد الاتومز بيساوي نمبر اوف مولز باي افوجادرو، تمام؟ طيب تعالى مثلا ناخد مسألة فيها كذا نقطة. هنا مثلا بيقول لك سامبل، دي اخر حاجة هقولها، دي اخر مسألة هقولها، وبعد كده اقول لك بس نعمل كده ريكاب سريع قلنا ايه النهارده ونبقى احنا خلصنا الدرس. بيقول لك سامبل اوف صوديوم كربونات. طيب كالعاده الصوديوم كربونات لو ما بتعرفش تكتب فورمولا يا باشا شكرا على كده. الصوديوم، ثانيه واحده، الصوديوم كربونات Na2CO3 عملناها كذا مره، تمام؟ بيقول لك انا مديالك سامبل اوف صوديوم كربونات، يعني مديالك شويه صوديوم كربونات، الشويه دول وزنهم 265 جرام، الماس بتاعهم 265 جرام. مديلك الاتوميك ماسز، مديلك الصوديوم 23، مديلك الكربون 12، ومديلك الاكسجين 16. بيقول لك احسب لي عدد المولز. حاضر، كده كده عدد المولز هيساوي ماس ديفايد مولر ماس. الماس يا باشا هو مديهولك 265، طب المولر ماس احسبه يا باشا. احسبه ازاي؟ الصوديوم الواحده 23 عندي منها كام؟ 2، يبقى هقول هنا 23 باي 2 ده الصوديوم، بلس الكربون الواحده ب 12 ما عنديش غير واحده، بلس الاكسجين الواحده ب 16 عندي منها 3، يبقى 16 باي 3. المولر ماس طلع 106 جرام برمول، يبقى هعمل الماس ديفايد المولر ماس، هيطلع لي عدد المولز طلع 2 مول ونص. ماشي، ال2 مول ونص دول بقى جبنا عدد الايه المولز بتاعت السامبل، يبقى الشويه اللي انا مدياهم لك دول من الصوديوم كربونات طلعوا 2 مول ونص. بيقول لك احسب لي عدد المولز بتاعت الصوديوم ايونز اللي في السامبل. واحده واحده، هي السامبل اصلا اسمها ايه؟ اسمها Na2CO3 صح؟ هل في رقم جنبها؟ لا، يبقى ده ايه يا باشا؟ يبقى ده 1 مول، برافو عليك. هو هنا بيتكلم على اتومز ولا ايونز؟ لا بيقول لك ايونز. طيب هو احنا مش واخدين من ثالثه اعدادي ومن الانتجريتد واتكلمت معاكم الكلام ده 100 مره قبل كده ان دايما الحته الاولانيه لو هقسمها ايونز يبقى الاولاني بوزيتيف والتاني نيجاتيف، يعني ده بوزيتيف ايون وده نيجاتيف ايون. فصص كده، الصوديوم Na بوزيتيف بس في كام واحده Na؟ 2، بلس الكربونات اللي هي النيجاتيف CO3 اهي. طيب طبعا كده كده CO3 عليها نيجاتيف وهي طبعا نيجاتيف 2، ها مش احنا قلنا انه الفالنس بتاعتها نيجاتيف 2 والصوديوم كده 2 بوزيتيف، ف2 بوزيتيف و2 نيجاتيف، فهي مظبوطه. بس مش قصتنا دلوقتي. قصتنا دلوقتي ان انا بتكلم على الصوديوم كربونات، في جنبه رقم؟ مفيش، يبقى ده 1 مول. بيقول لك طلع لي الايونز بتاعت الصوديوم اللي فيه. فصصتها الايونز ازاي؟ اقسم، الاولاني بوزيتيف والتاني نيجاتيف. الاولاني فيه مين؟ في Na منها كام؟ 2، يبقى انا عندي 2 Na. يبقى الواحد مول من الصوديوم كربونات عنده 2 مول من الصوديوم ايونز. تاني، الواحد مول من الصوديوم كربونات عنده 2 مول من الصوديوم ايونز. طيب هو انا السامبل بتاعتي، هو بيقول لي احسبي لي السامبل دي عدد مولز الصوديوم ايونز اللي فيها كام. هو انا السامبل بتاعتي كانت مول من الصوديوم كربونات؟ لا، كانت 2 مول ونص. يبقى انا عايزه اشوف ال2 مول ونص فيهم كام مول صوديوم ايونز. فهعمل كروس مالتيبليكيشن، هقول 2 ونص باي ال2 يبقى 5 مول من الصوديوم ايونز. يبقى انا السامبل بتاعتي الشويه اللي انا مدياهم لك دول طلعوا 2.5 مول. ال2.5 مول دول فيهم قد ايه صوديوم ايونز؟ فيهم 5 مول صوديوم ايونز. طيب بيجي بعد كده بيقول لك طب احسب لي
عدد الصوديوم ايونز لو انا دوبت الايه، انا عايزه هنا عدد ايه؟ صوديوم ايونز. انا فوق حسبت عدد مولز الصوديوم، عدد مولز الصوديوم، طلع انه ال Na2CO3 بتاعتي ال 2.5 مول ديت، طلع ان فيها 5 مول من الصوديوم. طيب فيها كام صوديوم اتوم؟ مش انا دايما يا باشا لما اجي احسب عدد الاتومز باخد عدد المولز باي افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23، هعمل الرقم بتاعي اللي هو عدد المولز بتاعت الصوديوم ايونز اللي هي 5 باي 6.02 باي 2 باور 23. ده بمنتهى البساطة. اتكلمنا عن ايه النهارده يا دكاترة؟ تعالى كده نلم اللي احنا قلناه. قلنا اول حاجة احنا عندنا 3 كلمات، عندنا اتوم، عندنا موليكيول، وعندنا فورميولا يونت. كلمة اتوم دي بقولها لما اكون بقول مثلا صوديوم اتوم، اقول مثلا اكسجين اتوم، بتكلم على اتوم واحدة، بقول مثلا كربون اتوم، حاجة واحدة. موليكيول بقولها لما يكون عندي اكتر من اتوم بينهم كوفالنت بوند، زي مثلا H2O، انا عارفه ان هي فيها كوفالنت بوند، يبقى ده في الحاله دي بسميه ان هو موليكيول. زي مثلا ال O2، انا عارفه ان ال O2 دي عباره عن O عامله دبل كوفالنت بوند مع O تانية، فطالما عندي كوفالنت بوند فدي بقول عليها موليكيول. امتى بقول كلمه فورميولا يونت؟ لو عندي حاجه ايونيك زي مثلا ال NaCl، يبقى انا عرفت الفرق بين كلمه اتوم وكلمه موليكيول وكلمه فورميولا يونت. بعد كده جينا قلنا انه الاتوم لما باجي اكتبها بكتب لها سيمبل، والسيمبل ده زي مثلا الصوديوم بيبقى فيه رقم تحت وفيه رقم فوق. الرقم اللي فوق ده عرفنا ان معناه حاجتين، معناه اتوميك ماس اللي هو وزن الاتوم، ووزن الاتوم يعني تقل الاتوم. تقل الاتوم بيبقى فين؟ قلنا الاتوم جواها نيوكليوس فيها بروتونز وفيها نيوترونز، وبره النيوكليوس عندي الالكترونز. الالكترونز دي خفيفه جدا وزنها لا يذكر، فالتقل كله والماس كله عباره عن النيوكليوس اللي هي فيها البروتونز والنيوترونز. يبقى الماس الوزن بتاع الاتوم اللي هو الاتوميك ماس هو الرقم اللي فوق اللي هو البروتونز بلس النيوترونز. طيب طلع كام الاتوميك ماس؟ 23. في حاجه اسمها اقول لك وزن من غير يونت؟ لا. طب جرام ولا كيلو جرام ولا ايه؟ قال لك لا، يونت اسمها يو. يبقى الرقم اللي فوق ده الاتوميك ماس 23 يو. هو نفس الرقم ده هقول عليه انه مولر ماس، بس هقول جرام برمول. طيب دي هنرجع لها تاني. قلنا كمان ان لازم اكون بعرف ازاي اكتب الفورميولا، وان خطوات الفورميولا اني اكتب تحت كل كلمة السيمبل، اجي تحت كل سيمبل اكتب الفالنسي بتاعته، وبعدين اعمل خطوة تبديل وانا ببدل عيني اشوفها، لو في سمبليفيكيشن بعملها، اخد بالي من الاتوميك جروبس كويس جدا. تمام؟ طيب قلنا ايه كمان؟ قلنا انه انا لما اجي اقول C plus O2 هتديني CO2، ده معناه المفروض معناه ان واحد كربون اتوم وواحد اكسجين موليكيول. هو ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ صغيرين جدا جدا بحجم النانو، ما ينفعش يتشافوا. فجي افوجادرو حللنا المشكله، راجل كده محترم، قال لك ايه؟ قال لك انا هخترع كميه جديده measuring unit للاماونت، للكميه، اسمها مول. ايه المول دي يا عم افوجادرو؟ قال لك مش احنا اي حاجه بتبقى 12 قطعه بسميها دستة، 12 قلم، 12 كشكول، 12 ارنب، 12 يعني دستة، صح؟ قال لك خلاص المول هو الكمية اللي فيها 6.02 باي 10 باور 23. فيها الكمية دي من اي حاجة، اتومز، ايونز، موليكيولز، اي كمية فيها العدد ده
يبقى الكميه دي بسميها مول. خلاص؟ طيب فالتعامل بتاعنا بالمول، فانا لما يبقى عندي رقم كده مفيش جنبه حاجه يبقى ده كده هوت 1 مول كربون اتومز، ده 1 مول اكسجين اتومز. خلاص؟ يبقى ده كده هو بقول عليه المول. الحاجه الثانيه قلنا ان انا لو جبت دستة الاقلام هي 12 ودستة كتب هي 12، هل لما اوزن ده هيبقى نفس وزن ده؟ قلنا لا، كل واحد ليه وزنه. نفس الكلام انا جبت مول هنا وجبت مول هنا، ده مول من ماده وده مول من ماده تانية، ده مثلا مول من الصوديوم وده مثلا مول من الصوديوم كربونيت، هل هيكون ليهم نفس الوزن؟ لا، مع ان ده مول يعني ده جواه 6.02 باي 10 باور 23 صوديوم اتوم، وده فيه 6.02 باي 10 باور 23 من الموليكيولز دي، ده مول وده مول. لكن لما اوزن ده على الميزان واوزن ده على الميزان كل واحده فيهم هيطلع لها رقم غير التاني. الرقم ده هو ماس، هو وزن مين؟ وزن المول، فبقول عليه مولر ماس. بيتحسب ازاي المولر ماس؟ قلنا على حسب اتوم ولا كومباوند على بعضه او موليكيول على بعضه. اتوم يبقى هي الرقم اللي فوق، وليكن مثلا المغنيسيوم 12 24. 24 ده معناه حاجتين، معناه ان انت يا مغنيسيوم الاتوميك ماس بتاعتك 24 يو، ومعناه ان انت يا مغنيسيوم المولر ماس بتاعتك برضه 24. بس هنا قلنا 24 يو، هنا هنقول 24 جرام برمول. ده في حالة ان انا بتعامل مع اتوم. طب بتعامل مع كذا اتوم مع بعض، وليكن مثلا عندي مثلا كالسيوم قلنا كربونات، قال لك الكالسيوم الواحدة ب40، الكربون الواحدة ب12، الاكسجين الواحدة ب16. تيجي تحسب ازاي؟ هتقول الكالسيوم ادي ال40 بلس الكربون الواحدة ب12، انا ما عنديش غير كالسيوم واحدة فكتبت 40 بلس الكربون الواحدة ب12 اهي، الاكسجين الواحدة ب16 وعندي منها 3، عملناهم باي بعض طلع رقم انا مش فاكرة كان كام، هكتبه لك بس عشان عايزة اقول لك حاجة اهو. عندنا هنا 16 باي 3 بلس 12 بلس ال40 ثواني بلس 12 بلس 40 برضو مش عايزه تظبط، استنى 16 باي 3 اهي بلس 12 بلس 40 طلعت 100. 100 كام؟ 100 جرام بير مول. يعني ايه المولر ماس بتاعي 100 جرام بير مول؟ يعني انا لو وزنت 100 جرام كالسيوم كربونات ده بيساوي مول. هنا لو وزنت 24 جرام من المغنيسيوم يبقى ده مول من المغنيسيوم. طيب القوانين اللي احنا اخدناها النهارده، لو انا عايزه احسب عدد اتومز او عدد موليكيولز او عدد ايونز، عدد اي حاجه قال لي احسبي لي عددها، يبقى انا محتاجه عدد مولز اعمله باي افوجادرو. منها قدرت اجيب قانون تاني انه عدد المولز هجيب ده الناحيه دي بالديفايد، فنمبر اوف مولز هيبقى بيساوي عدد الاتومز او عدد الموليكيولز زي ما السؤال بيقول ديفايد افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23. جيت قلت لك بعد كده عندي قانون كمان بيقول ايه؟ بيقول ان انا عدد المولز بيساوي ماس ديفايد مولر ماس. ان انا اي حاجه لو اداني الماس بتاعها بالجرام وانا حسبت المولر ماس بتاعها فجبت الماس عملته ديفايد المولر ماس، ابقى انا جبت كده نمبر اوف مولز. منها ممكن اقول انه الماس بيساوي نمبر اوف مولز باي مولر ماس. مفيش ولا قانون فيهم انا خدته بالحفظ، انا كله بالفهم. بالفهم ازاي؟ قلنا في الاول خالص ان افوجادرو قال ان الواحد مول في افوجادرو اللي هو 6.02 باي 10 باور 23 اتوم مثلا. يبقى لو قال لي مثلا 5 مول فيها كام اتوم؟
عايزه تحسبي عدد الاتوم هتعمل كروس مالتيبليكيشن، فهيطلع عدد الاتومز اهو، طلع عدد الاتومز بيساوي عدد المولز باي افوجادرو. ما جبتش حاجه من عندي، انا جايباها بالعقل وبالمنطق. لو انا عايزه عدد المولز هودي افوجادرو الناحيه دي بالديفايد، هيبقى عدد المولز بيساوي عدد الاتومز او عدد الموليكيولز ديفايد افوجادرو. القانون التاني برضو ما جبتوش من مخي، جبته بالعقل وبالمنطق. قلت لك لو قلت لك مثلا المغنيسيوم اللي هو المولر ماس بتاعه 24، يعني ايه المولر ماس 24 جرام برمول؟ قلت لك الجمله دي معناها ايه؟ معناها ان كل 24 جرام من المغنيسيوم بيساوي 1 مول. قلت لك يعني انا لو جيت في اللاب وقلت لك خد ال 100 جرام مغنيسيوم او خد ال 200 جرام مغنيسيوم دول وقول لي فيهم كام مول، هتحسب لي عدد المولز ازاي يا باشا؟ هتعمل كروس مالتيبليكيشن. عايزه عدد المولز يبقى ال 100 جرام اهي باي 1 كان زي ما هي 100 جرام 100 باي 1 100 ديفايد ال 24. طب ال 100 جرام اللي فوق دي ايه؟ ماس. طب ال 24 دي ايه؟ مولر ماس. يبقى انا جبت قانون عدد المولز بيساوي ماس ديفايد المولر ماس. ده بكل بساطه كان الدرس بتاعنا النهارده. اعتقد ان ما كانش فيه حاجه صعبه خالص، بالعكس ممتع جدا جدا جدا. الفورميولا لذيذه، كل القصه عشان تعرف تعمل فورميولا تحفظ الجدولين اللي انا كاتباهم لك، السيمبل والفالنسي، وتحفظ الاتوميك جروب وتقعد تتدرب على الفورميولا تتعمل ازاي. وكل القصه ان انا عندي حاجه اسمها مول فيها رقم معين، زي ما الدستة فيها 12 من اي حاجه في الدنيا، اي 12 في الدنيا بنقول عليهم دستة. اي كميه اديها لك فيها 6.02 باي 10 باور 23، يبقى انا مديها لك مول. خلاص جبنا المول وقلنا المول بيبقى له مولر ماس، وعرفنا ازاي بنحسب المولر ماس اللي اليونت بتاعته جرام بير مول. ذاكر كويس وخليك جاهز للسيشن الجايه نشوف هنتعلم فيها ايه. دكتور ناهد محمد.